مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن. الان وانا اتحدث اليكم تقود قواتنا المسلحه والشرطه حربا ضروس في العريش والشيخ زويد، جنوب الشيخ زويد تحديدا. منذ قليل نجحت قواتنا في افشال كمين، محاوله للاعتداء على كمين في جنوب الشيخ زويد، ولكن قبلها المعارك مستمرة في عمليات تمشيط أسفرت عن مقتل 30 إرهابيا وإصابة 10 بإصابات خطيرة تم القبض عليهم، وسقط لنا 4 شهداء من قواتنا المسلحة. خالص العزاء لقواتنا المسلحة في ضحايانا الأبطال اللي بيقودوا حرب شرسة في سيناء. 30 قتيل النهاردة مختبئين أثناء عملية المداهمات. قواتنا بتداهم مزارع ومناطق مختلفة في العريش، ففوجئت بأسلحة ثقيلة وإطلاق نيران. دمرت لنا 3 مدرعات. حرب انت بتخوض حرب، شوف انت معاك ايه، انت معاك طيران وأسلحة، ومع ذلك بتواجه عدو معاه أسلحة حديثة جدا، إمكانيات دول. السؤال اللي بيجي في دماغ الواحد، هم البني ادمين الارهابيين دول بيجوا منين؟ الاعداد دي كلها فين؟ طبعا واحنا حريصين على اهالينا واخواتنا في سيناء، والدوله قامت بترحيل ونقل عدد من اهالي سيناء على مساحات، لكن حتى هذه اللحظه في من اخواتنا واهالينا هناك اللي رافضين يسيبوا المكان وبيقولوا لا ده ارضنا ونموت نموت. وهؤلاء بين فكي رحى، فك شرعي اسمه الدولة المصرية والجيش المصري، وفك إرهاب. هم معرضين للخطر. قرار قاسي أن تترك بيتك أو حقلك، محدش قال لك سيبهم، بس احنا قدام ظرف طارئ. اللي عايشين دول عايشين فين؟ العشرات والمئات اللي بيظهروا من الإرهابيين مختبئين فين؟ ما هي القوات داخلة في مناطق فيها مزارع بتاعت أهالي. فطبعا موقف صعب جدا. يجب إرضاء أهالينا في سيناء، تعويضهم بأراض وسكن فاخر وامتيازات، وإعطائهم حقوق غير أي مواطن عايش في منطقة تانية. لكن كمان لازم هم يتقبلوا ده ويساعدوا قواتنا المسلحة على هذه المعركة. المعركة شرسة، وأنا بكلمكم كده وقاعد في تكييف وإضاءة يعني مرتاح. في ناس أولادنا شباب زي الورد في ثانية ممكن يموت، ومش فارق معاه، علشاني وعلشانك، علشان البلد دي تفضل بلد قوية. تحية لكل جندي وكل ضابط واقف، وتحية لكل مواطن عايش في سينا ومتحمل هذا العذاب، ولكن عارف علشان البلد دي تبقى كويسة. إرهاب صعب. احنا لو جمعنا الناس اللي بيموتوا منهم، دي دولة، ده آلاف مؤلفة، تموت يطلع لك ناس، تموت يطلع لك ناس. عايشين فين دول؟ وعايشين ازاي؟ ومين بيساعدهم؟ وبياكلوا منين؟ والسلاح بيوصلهم ازاي؟ مسألة شديدة التعقيد. يا رب في يوم من الأيام نفهم هو ايه اللي بيحصل. قبل أن أبدأ في أخبار اليوم أو حكايات اليوم، عندي توضيح. امبارح أحد الأصدقاء لما سمعني بتكلم على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قال لي يعني بعد اللي انت قلته ده يعني انت عايز تقول ان مفيش فساد؟ فاندهشت. بس النهارده وصلتني مجموعه من الرسائل من صديقي الوطني المحترم اللي بحترمه جدا، الدكتور عادل قاسم، استاذ المحاسبه بكليه التجاره ومؤسس قافله شعاع الخير، واحد من اهم الناس اللي شفتهم في حياتي، اللي باذلين حياتهم ولا تساوي عندهم حاجه في سبيل انه يرفع عن معاناه أسرة أو طفل في سيناء وغيرها في محافظات مصر. فلما الدكتور عادل يتوقف، هو كمان لازم أقف. مش عارف جه اللبس منين. أولا الفهم في إن أنا لما بتكلم عن المستشار هشام جنينة بقول إن مفيش فساد، رغم إن أنا ألحيت امبارح على إن وهذا لا يعني أن ليس لدينا فساد، ده احنا عندنا فساد للركب. 2، أنا مش حلقة ومش فقرة ومش جملة بقولها، أنا امتداد حلقات. أنا طول الوقت بقول أن الحكومة فاشلة حتى الآن ولا تواجه الفساد بجدية حقيقية.
وكنت اتمنى ان تكون هناك تشريعات خاصه للي يسرق من البلد دي قرش، من اصغر واحد لاكبر واحد. ولكن مؤسسه الفساد في مصر كبيره جدا، وقلت ده كتير، وقلت ان اسوأ حاجه بتحصل ان احنا ما بنواجهش الفساد بجد، لا بالقانون ولا بحاجه. احنا مستمتعين بحاله الفساد اللي احنا فيها، لا عرفنا نجيب فلوسنا من بره، ولا الفساد اللي حاصل حتى الان، ولا المحاكمات عرفت ترجع حاجه. فاحنا متفقين، انا مش مختلف خالص. انا كان ليا اسئله محدده، اتمنى ان المستشار هشام جنينه يطلع صح، هيجيب لنا 600 مليار. بس انا سالت يا دكتور عادل اسئله مشروعه. انا سالت تقرير مطلوب لوزاره التخطيط، سبته وعملت تقرير تاني، دراسه تانيه، عملت دراسه تانيه من 2012 ل 2015. اول ما اتكلمت قلت 2015، طيب عملتها من 2012، رجعت لسنه 23 وضمتها للتقرير في قضيه منظوره ما فيهاش اي فساد، فيها جهل، فيها قانون عاجز، صراع ما بين وزاره الاوقاف وهيئه الاستصلاح الزراعي وقدام القضاء من 23 لحد دلوقتي. ازاي اجي احسبها بالمتر واقول انها فساد؟ هو حد خد الارض؟ اتعطلنا وخسرنا. لو قال اتعطلنا وخسرنا والارض دي كان ممكن نستفيد منها بايه؟ رغم ان ده مش في المرحله المنطقه الزمنيه اللي بيتكلم فيها، لكن حطها. وده اللي كان قلقني يا دكتور عادل ولكل اللي التبس عليه الامر. هو المستشار هشام جنينه عمل كده ليه؟ المستشار هشام جنينه رجع لقضيه ومشكلات سنة 79 ليه؟ المستشار هشام جنينة حسب المبلغ مرة واثنين وثلاثة في جهتين ليه؟ المستشار هشام جنينة حسب مبالغ خدتها الدولة اديتها معاشات في قرار خاطئ حسبها على انها فساد ليه؟ المستشار هشام جنينة ليه خد 25 فدان في الحزام الاخضر؟ انا عايزه يطلع يرد عليا ويقول لي هذا الكلام خاطئ. انا معايا مستندات بتقول انه خد 25 فدان وهو رئيس نيابه في الحزام الاخضر بالتخصيص، وهو دلوقتي بيقول ان الدوله افسدت وحاسب المبلغ بتاع الاراضي اللي في الحزام الاخضر على انها فساد. هو قبل الفساد ليه؟ المستشار هشام جنينه اتكلم عن تعيين المستشارين في الحكومه وقال ان ده فساد. عين مستشارين ليه؟ المستشار هشام جنينه من حقه ان يرصد الفساد كجهاز عظيم مهم في مصر. ليه بعت التقارير لمؤسسات دوليه ورقابيه؟ ده اللي كنت بساله يا دكتور عادل. كلام حضرتك وهو مهم، لكن اختلف معاك ان هذه اللجنه عليها ان تطلع وتقول لنا هو حجم الفساد قد ايه في مصر. هذه اللجنه مخصصه لحاجه واحده، بتناقش اللي طرحه المستشار هشام جنينه. عايز اقول لكم مفاجاه، المستشار هشام جنينه لم يوقع على التقرير، ودي ازمه هتبان لكم مع الايام. سابوا اللي لابس التقرير ال 14 واحد اللي عملوه، اللي عدد منهم مش عارف العدد بالظبط بالدقه، طلب احالته للنيابه. هو نفسه قال لك لان اللي منشور في التقرير مش انا اللي قدمته، تم تغيير الارقام مش انا. هم اللي قالوا كده للجنه اللي مشكلت. فهذه اللجنه وظيفتها محدده جدا، لكن اتفق معاك يا دكتور عادل، لابد من تشكيل لجنه كبيره ومهمه ومحايده لرصد حجم الفساد في مصر، وهيطلع مليارات. والفساد موجود من سنين طويله، زاد في ال 30 سنه الاخيره، ال 35 سنه الاخيره زاد جدا. اصغر واحد في البلد دي يستطيع رصد ملامح الفساد في هذا البلد، ظاهره للعيان، وفي بطء سلحفاه في التعامل معه. مش عارف ليه بتتغير حكومات ويجوا وزراء وتغير رؤساء، والتعامل مع الفساد بيجي رئيس يبني، الرئيس السيسي قاعد يبني وقاعد يدور على مشروعات وقاعد يسعى للاستثمار كويس قوي، بس محاربه الفساد فين؟ شكلها ايه؟ لا، في تخاذل من الدولة ومن النظام، ومتفق معاك تماما. واتمنى انه يقولوا هنشكل لجنة. قالوا في لجنة جديدة علشان مراجعة التشريعات. ما هنموت على ما تطلع تشريعات، هتيجي اجيال عايزين تشريعات تيجي تقول لنا تعدل وتقول اللي يسرق ما الشرع بيقول نقطع ايده، احنا مش هنقطع ايده، نعدمه، مش نقطع ايده. الصين اللي بيعمل عندها غلطة زي دي او بيفسد في بلد علشان تنمو كده، كان في قوانين استثنائية وحادة ومرعبة، لأن اللي يسرق من قوت البلد دي يبقى بيضرها وبيدمرها.
فاسئلتي للمستشار هشام جنينه منفصله تماما عن ملف هو فيه فساد ولا لا. في فساد كبير، لكن اسئلتي ليه اتمنى انه يجاوب عليها وما يربطهاش بعد 25 يناير، عشان هذا ربط مغرض ومش بريء بالمره، وكل احتمالاته طرحتها امبارح ولا احتمال فيهم نزيه. انا لو متهم، انا كلامك يا دكتور عادل قلقني وخلاني اطلع اوضح ازاي واحد متهم هذه الاتهامات. التقرير اللي اعلن ده بيان، على فكره انا مختلف مع البيان وطريقه تسييسه وما فهمتش الالحاح عليه، لكن التقرير نفسه اللي معمول مختلف وفي تفاصيل ملوش دعوه بحاجه. البيان طلع كان في حاله غضب وهو بيتكتب، كان في احساس بان احنا عايزين بسرعه نقول للعالم لا الارقام دي كاذبه لان احنا اتاثرنا. بس انا معترض على طريقه الكتابه، صياغه، بس ما وقفتش قدامه كتير. انا واقف قدام حاجه اساسيه، دور الجهاز، مسؤوليه المستشار هشام عن اللي عامله وعامله ليه واتعامل بالطريقه دي ليه وراح لمؤسسات ومنظمات دوليه ليه يبعت لهم ارقام ومعلومات عن مصر وهو ليس من اختصاصه ولا في قانون الجهاز يسمح له بهذا، عليه الرجوع للوزارات المختصه. دي كانت اسئلتي، وقلت اما انه يكون بطل قومي ونشيله عن الاكتاف، يعني انا سايب الباب مفتوح لاخر وقت. هذه المعلومات اللي عندي معلومات موثقه باوراق، يطلع يقول لي الاوراق اللي عندك دي مزوره، يطلع يقول لي انا ما خدتش ال 25 فدان ولا اسمي كان موجود في الكشف اللي رايح من محكمه الاستئناف وانت رئيس نيابه. اطلع قول لي كده وانا هطلع اقول. اطلع قول لي انا ما عينتش مستشارين، اطلع قول لي ما بعتش لجهات اجنبيه، اطلع قول لي تبرير لانك ضميت سنوات ليس لها علاقه بالتقرير المخول ليه، اطلع قول لي ليه ما بعتش لوزاره التخطيط لما طلبت منك بيانات ومعلومات عن الفساد اللي بتتكلم عنه من 2008 و2012، التقرير الذي طلب ولم يصل الى وزاره التخطيط. هذه اسئلتي وهذه اسئله مشروعه. كان هشام جنينه ولا كان مين؟ لو رئيس الوزراء هطرح عليه نفس الاسئله في صفقه الالبان بتاع وزاره الصحه، قلت هذا الكلام وهذا وزير في الحكومه، وحتى هذه اللحظه ما حدش رد ومستني. ولو تمت صفقه الالبان هطلع اذيع كل البيانات اللي قلتها تاني واطلعها على الشاشه لرئيس الجمهوريه شخصيا، لان احنا بنتسرق عين عينك وفي تقصير عين عينك وفي اهمال وفي قوى فساد ضاغطه ومفزعه. لكن كمان ما حدش يلعب بمصر. هشام جنينه ما يلعبش بمصر، عنده كلام يطلع يرد، الكلام اللي اتقال في حقه خطير ويدين، فاما انه يطلع صادق بالكامل وساعتها هذا الرجل يتعمل له تمثال، لازم يكون ده هيتشال على الاكتاف ويدخل التاريخ، او هذا الرجل لم يكن نزيها ولا بريئا. كل الاحتمالات مفتوحه، علينا ان ننتظر لنرى ماذا سيحدث. انا قدمت اللي عندي كاعلامي، جبت مستندات، اشتغلت انا وزملائي وجبت معلومات بوثائق وقدمت الوثائق والمستندات على الشاشه. ده ملوش علاقه خالص بالفساد اللي وصل للودان. طيب خلونا نروح للتفاؤل بقى. يعني انا عتب الدكتور عادل قاسم اصله يهمني جدا. شباب قافله شعاع الخير من الشباب اللي اجيال انا اعرفهم وهم صغيرين قوي وكبروا، ويهمني ان كل كلمه بقولها يصدقوها او يراجعوني اذا اخطات، ومفيش حد كبير على الخطا. وبمناسبه الخطا وحيي زميلي ياسر رزق، انا ما لحقتش اتكلم عن هذا الموضوع امبارح، بس زميلي ياسر رزق رئيس تحرير جريده الاخبار وقعت في خطا مهني بالامس، ونشرت خبر عن عمليه الفتاء اللي عملها مرشد الاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقالت المرشد اتفتأ مع صوره موحيه جدا. الاستاذ ياسر رزق وهو صحفي كبير، انا نفسي لما شفت يعني استغربت ازاي ده يتنشر في الاخبار. الاستاذ ياسر رزق اعتذر النهارده واعتذر للمرشد وتمنى له الشفاء. الاستاذ ياسر قال طبعا في ناس اعجبوا بالعنوان، ايوه اللي اعجب بالعنوان ده شخص مش طبيعي. نحن لا نشمت في احد ولا المرض ولا الموت، نحن هل نرتكب اخطاء الاخوان اللي بيعملوها لما حد يموت يطلعوا شمتانين فيه وكانه مات لانه ضد الاخوان، كأن هم ما بيموتوش؟ فلا نقع في نفس الخطأ. نتمنى الشفاء للمرشد،
نحن نختلف مع المرشد ومع كل الإخوان على أنهم نختلف سياسيا، على أنهم لم يكونوا أمناء على هذا البلد، لكن لا يجوز أن نسخر منهم في مرضهم ولا في موتهم ولا في نصابهم، ونحزن عليهم، نطالب بمحاكمتهم محاكمة عادلة، ونرفض الاعتداء عليهم أو سلبهم حقوقهم حتى في الدفاع عن أنفسهم. أي مواطن مصري القانون يحاكمه، عدا ذلك لا. أن أخطئ فأعتذر ده شيء محترم، لابد أن نعترف أن الاعتذار يعني من شيم الكبار. إذا أخطأت فاعتذر. طيب أروح للأمل بقى. الأمل بصراحة جاي في حتة، جاي في محمد النني. محمد النني اللاعب الصغير الجميل اللي راح أرسنال، واحد من أندية القمة ويتصدر القمة في الدوري الإنجليزي بعد ما كان في فريق بازل. لما تعرفوا ان هذا اللاعب راح الاهلي ولعب فيه ناشئين، قالوا له لا معلش انت مستواك ما فيهوش امل. وراح الزمالك في هذا التوقيت وهو ناشئ، قعد شويه قالوا له لا 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 انت ما تنفعش. فراح المقاولين العرب، والمقاولين العرب دي يجب تدرس على فكره، لان محمد صلاح كمان لما اترفض من الكل وقالوا له ما انتش نافع راح المقاولين العرب ولف اللفه الطويله دي لحد ما اصبح يعني فخر للشباب المصري في روما في ايطاليا. فتلاقي محمد النني نموذج للاصرار على النجاح، قرر انه ينجح، قرر انه يرفع راس مصر، لان عنده حاجه. ممكن الناس تخطئ في تقديرك وما تقدرش قيمتك ولا موهبتك، ولا ينطبق على الكره ينطبق على اي حاجه. هل معنى هذا انك تستسلم او تيأس؟ لا. اذا كنت متاكد ان جواك قوه حقيقيه وموهبه ربنا اداها لك، يبقى لازم تصر وتدافع عن نفسك وتثبت نفسك علشان تبقى نجم. النني راح ب 8 مليون استرليني من بازل لارسنال، ودي ده شيء رقم كويس جدا في بدايته. مش هقول لكم هو هياخد كام، ربنا يفتح عليه، ده يستحق كتير قوي ويرفع راسنا ونحتفي بيه ويصبح نموذجا كده للشباب في كل المجالات. المقاولين خد 15% من هذا المبلغ 8 ملايين جنيه استرليني. فالمقاولين بتطلع لعيبه وبيظهروا فيها. انت ممكن تظهر، مش لازم اهلي وزمالك، ما تضيعش وقتك. الصفحه الرسميه للسفاره البريطانيه طبعا هنت محمد وقالت له مرحبا بك في ارسنال، وقالت له الفرعون الصغير يلتحق بمدفعجيه لندن سفيرا فوق العاده لمصر والمصريين. السفاره البريطانيه تتوجه بالتهنئه للنجم المصري وتتمنى له مسيره ناجحه. معانا والد النجم النني الحاج ناصر النني. اهلا يا حاج ناصر. اهلا بيك يا سيري، ازي صحتك؟ ومبروك عليك محمد ويفرحك بيه. الله يكرمك يا سيري، الله يكرمك، الله يكرمك يا سيري. عايزك تحكي لي. مصر كلها والله يا طبعا مصر كلها فرحانه بيه. عايزك تحكي لي لما محمد كان في الاهلي والزمالك كان بيحبط قد ايه وانت كنت بتقول له ايه يعني كلمنا عنه شويه. لا محمد تعب من صغره وراح النادي الاهلي وعنده 5 سنين ونص، وقعد 10 سنين في النادي الاهلي. تعب كتير، ووالدته كانت بتوديه كل يوم النادي وبتجيبه بينه الساعه 10 بالليل ويركب مواصلات. تعب كتير جدا في مشوار النادي الاهلي. يعني من صغره هو يعني مجتهد وعايز يبقى كويس وعنده طموح بصراحه يعني. وربنا يوفقه باذن الله في الارسنال باذن الله، وحاجه تشرف مصر وبصراحه ومشرفه المحله. انا طبعا من المحله الكبرى، يعني ربنا متربي في اسره بسيطه كويسه، متربى على تدين وحب الناس، والمحله كلها بتحبه يعني. والناس فرحانه جدا هنا يا استاذ، يعني فرحه عامره بصراحه في المحله. الله الله. قول لي كلمك بقى لما وقع وخلاص حلوا له مشكله تصريح العمل ومضى في ارسنال. كلمك؟ كلمني على طول بعدها والله، وكان سعيد جدا وفرحان، لان هو اول حاجه بيفرح ابوه يعني اللي هو تعب معاه وكده. اتمنى عايز يبسطنا على طول يعني،
ويفرح اهله كلهم والله العظيم بجد. نصيحتك هو كانت ليه ايه؟ سعيد جدا، فرحان جدا يا سير والله بجد. يعني محمد يعني الفرحه حاسس ان هو كده عايز يعمل حاجه لمصر والله العظيم. بإذن الله. هتروح له، هتسافر له بريطانيا ولا هتستناه لما يرجع؟ لا باذن الله اسافر له باذن الله. باذن الله ربنا يكرمه باذن الله في خير. قول لي ايه الدعوه اللي بتدعاها له كده علشان جايز الابهات يدعوا زيك كده فربنا يستجيب؟ ربنا يحبب فيه العبد والرب والحسن في الارض. يا رب ويحفظه ليك يا ولينا. رب. يلا يكرمك يا سيد. احنا فرحانين بيه. انا متشرف بصراحه ان انا بكلم حضرتك والله. الشرف ليا، الشرف ليا اللي والله يربي العظيم شاب بجد. يصر على النجاح، ده شرف ليا انا. ارجوك بلغه، قول له مصر كلها بص عليك واحنا واثقين انه هيرفع راسنا. وربنا يديك الساعه في خير يا رب، ربنا يكرمك ويخليك لمصر يا رب. ربنا يكرمك يا حاج ناصر، الله انا يكرمك. بشكرك جدا جدا، وسلم لنا على حاجه والاهالي كلهم، قول لهم مبروك علينا جميعا محمد. ربنا يديك الساعه في خير. ربنا يخليك. يا رب. بشكرك جدا. شاب زي الفل هيرفع راسنا. اتبسطت قوي لما الرئيس قال ان 2016 ده هيكون عام الشباب المصري. وجود شباب في مظهر مشرف كان يفرح. الشباب يعني اللي ما هياخدش باله من الشباب، الدولة اللي هتهمل في شبابها مش هتهتم بيهم وتحاول تستوعب عقولهم وتحاول تصلح من فسد فيهم، عمرها ما هتكبر ابدا. امبارح في صناعة الامل اللي احنا بنتكلم فيها في التفاؤل، الشابة الصبية المصرية نجوى جويلي الاسبانية من اصل مصري اللي نجحت في الانتخابات البرلمان الاسباني وكانت بتشرف على انتخابات الرئيس بصفتها اصغر الاعضاء سنا. منظرها في البرلمان وهي بترتب كل شيء وبتتحرك جوه المكان وبتدير جلسه، مالكوش دعوه بالبرلمان المصري ومحدش يقارن، بلاش تهريج، ما احنا ما عندناش كده عيال كده. كمان العقليه، احنا هناك بيفكروا اللي يدير الجلسه ويساعد في انتخاب الرئيس يجري الاجراءات اصغر الاعضاء سنا، احنا بنقول اكبر الاعضاء سنا، فهتقارنوا بين ايه؟ هنا الدماغ في اسبانيا وهي بتتكلم عن الشباب راح للشباب. الدماغ هنا لا الخبره لا القيمه لا السن، ده من زمان، ده ملوش دعوه بالاحترام على فكره خالص. البنت الجميله دي فخر مصر دي اللي جايز البعض ما يشوفهاش فخر لانها تنتمي ل 25 يناير اللي انا ما كنتش فيها، بس انا بشرف وبفخر بيها. ماليش دعوه ب1000 ولا 2000 ولا 500 ولا 50 اسم حواليهم شبهات او بعضهم متهم، وان كان ما حدش فيهم اتمسك بالاتهامات اللي احنا بنسمعها حتى هذه اللحظه. بعضهم حبس في قضايا تظاهر وغيره، سمعنا عن تمويل وسمعنا عن اتهامات كتير وما شفناش ولا اتهام رسمي ولا حد يقدمهم لنيابه ولا لمحاكمه ولا اي حاجه. وتاني هفكركم انا ما كنتش في 25 يناير ولا نزلت فيها، بل على العكس اتهمت بان انا ضدها. لكن انا شايفها شيء عظيم جدا. اتت بخسائر بس مش 25 يناير. اللعبه كانت كبيره قوي. كانت 25 يناير ولا اي يوم تاني. والجيش كان في الحالتين هو البطل. الجيش في الحالتين هو اللي حفظ مصر، 25 و30. ابو نجوى الاستاذ احمد جويلي كتب على حسابه على فيسبوك: فخر واعتزاز، ابنتي نجوى بنت 25 يناير تشرف على انتخابات رئيس المجلس في اولى جلسات مجلس النواب الاسباني. هو لما بيقول 25 يناير يا جماعه 25 يناير دي روح، دي فلسفه، دي ثقافه، للي يفهمها يفهم ان في شباب عنده حلم التغيير. هل كان هناك كل اللي حتى بيهاجموا 25 يناير يقول لك ايوه واحنا كنا عارفين ان في فساد وكنا ضد وكنا بنقول حلو. طب وبعدين؟ ما هم دول الشباب اللي حركوا وجمعوا وقالوا في مصيبه، في فساد، في تخلف، في تراجع، ولولاهم مش حصل، ما كانش هيحصل حاجه. هذه الروح وجدت نفسها في مكان اخر ونجحت. لما اتخنقت عندنا ما عملتش حاجه خالص. بعضهم دخل السجن، ما اعرفش مين الكويس ومين الوحش، لان الاتهامات كلها تظاهر وبدون اذن وبدون تصريح وحاجات انا يعني
ما فيش اتهامات فساد قدامي حتى الآن. كلام عن مؤامرة، أنا مؤمن أن هناك فكرة عالمية حول تغيير المنطقة. الاستغلال الأحداث هم الذين صنعوا الفاسدين في مصر، هم الذين صنعوا الأباطرة المستبدين، هم اللي لعبوا وجابوا حكام وعملوا لهم حمايات كبيرة جدا. فأنا مش مستبعد أي حاجة. استغلال ده إزاي؟ مين؟ طب ما هو كان استغلال في 25 يناير. هم الإخوان استغلوا إيه؟ استغلوا 25 يناير وطلعوا على كتافها وخدعوا الشباب علشان ياخدوا الحكم فيه. بس هل ده يلغي 25 يناير او يلغي نجوى او اللي زي نجوى؟ تحيه ليك يا نجوى والباباكي، وتحيه لميدان التحرير وال 25 يناير اللي طلع ناس كويسين. اذا كان طلع فاسدين اتمنى اشوفهم في السجن، مش عايز اعرفهم ابدا. لكن في ملايين نزلت وفي شباب ماتوا ما لهمش ذنب في اي حاجه في الدنيا. طيب هختم هذا الفاصل في إطار صناعة الأمل بحكاية بعتها لي أحد الأصدقاء النهاردة عن شخص والله العظيم أنا من امبارح وأنا حاسس بخجل شديد جدا وأنا بتكلم عن المهندس صلاح عطية. شايف كل هذا الحب، ثم بدأت أدور عليه فاكتشفت إن احنا قدام أسطورة مصرية. واحنا مشغولين بمين؟ احنا بنقدم مين؟ بنتكلم عن مين؟ عن ناس تافهه؟ عن مين عمل حركه بذيئه ولا قال لفظ ولا حاجه حكايه ولا مين اللي مفرقع اليومين دول ولا المطرب اللي نام على ظهره ولا لاعب كره اللي شتم حد ولا لاعب اللي اتصور مع بنت؟ ايه الحكايات التافهه دي في بلد واقعه؟ ده ممكن يبقى فيه زي صلاح عطيه الله يرحمه الاف واحنا ما نعرفش. احنا قاعدين في استوديوهاتنا المكيفه. والله العظيم انا اشعر بالعار، اقسم بالله العظيم. كنت لسه بقول لزمايلي انا مكسوف من نفسي. احكي لكم حكايه الراجل ده ابتدت ازاي. في يوم من الايام كان في 9 افراد بيشتغلوا في قريه صغيره قوي، اتخرجوا من كليه الزراعه ما عندهمش اي امكانيات. كانوا في بلد اسمها تفهنا الاشراف في مركز ميت غمر، واكيد هي بلد الاشراف. دي اجزاء من جنازه الراجل اللي بحكي لكم عنه، اللي احنا ما نعرفوش، اللي ما بنتكلمش عنه للاسف. قرروا انهم يبداوا رحلتهم العمليه، فاتفقوا انهم يعملوا مشروع فراخ دواجن، كل واحد حسب خبرته. قالوا بس عايزين شريك عاشر. كل واحد دفع 200 جنيه مصري. كان مبلغ كبير وهم بيبتدوا حياتهم. اللي باع ذهب مراته واللي عمل ايه واللي راح بنك خد له قرشين عشان يكملوا. قعدوا يدوروا على الشريك العاشر لحد ما واحد منهم اسمه المهندس صلاح عطية قال لهم انا لقيت الشريك العاشر. قالوا له مين هو؟ قال لهم الله، احنا هندخل ربنا معانا في العقد ليه عشر الارباح 1/10 زيه زيهم، في مقابل انه هيتعهدنا بالحمايه والرعايه والامان. ايه الفكره الغريبه دي؟ واحنا بنعمل مشروع يبقى العاشر بتاعنا احنا 9 يبقى شريكنا ربنا هتبقى نسبته كذا مقابل انه يوفر لنا كذا. اه والله العظيم، اه والله العظيم. صلاح عطيه مع الناس بتوعه اشتغلوا، المزرعه كبرت، بدا يجي لهم فلوس بالعشر. بدأوا يعملوا أعمال خيرية ويرعوا الغلابة بالعشر. بدأوا يعملوا معاهد للبنين والبنات على مدى السنين بالعشر. اللي باعوا 20 قال لهم لا الشريك بتاعنا مساعدنا جامد قوي، نزود النسبة نزود النسبة نزود النسبة. بقوا عايشين كويس. قالوا لا ياخد النسبة كلها، ما هم شغلنا معيشنا. اتنازلوا عن فلوسهم عشان يبنوا كليات. لأول مرة في قرية تتبنى كلية رغم الرفض، وبدلوا الكلية 2 و3. وبدأوا بفلوس الشريك العاشر يروحوا البلاد اللي جنبيهم ويشوفوا الغلابة ويبنوا مدارس ومعاهد أزهرية. ده المهندس صلاح عطية اللي أنا اللي ما سويش حاجة ما كنتش أعرفه. هذا النموذج الله يرحمه اللي ما طلعش مرة في الإعلام ولا اتكلم ولا حد نزل له صورة ولا وجه الشكر للقيادة ولا عمل. الراجل ده كان بيخاف شخص واحد بس،
مش شخص، استغفر الله العظيم، كان بيخاف بس من ربنا سبحانه وتعالى، وكان بيحبه وكان بيثق فيه. ونعم الشراكة ونعم الرحيل ونعم المحبة، لك المجد ولنا العار. نلتقي بعد الفاصل. أكيد مبسوط جدا إن أنا بلعب في من أكبر أندية العالم، وإن شاء الله أقدر إن أنا أساعد فرقتي وأعمل حاجة كويسة للنادي يعني ولنفسي. صناعة الأمل تبدأ من المقدرة على امتلاك مقومات التحدي. هذه هي الخلطة التي اتبعها جيدا محمد ناصر السيد الشهير بالنني. يتذكر جيدا محمد حين أخبره مسؤول النادي الأهلي أنه لا يصلح للعب في الأهلي. حلم الطفولة تحطم. غادر ناشئي الأهلي متجها إلى المقاولون العرب وهو بالكاد في 16 من عمره. بقميص المقاولون العرب شارك النني في 35 مباراة في الفترة ما بين 2010 وحتى 2013، وتألق قبل أن يرتحل إلى صفوف نادي بازل السويسري ويرافق زميله محمد صلاح لاعب روما حاليا. التركيز في الملعب، الانضباط، الالتزام بتعليمات مدربه، المنهج الذي اتبعه النني طوال مسيرته الشابة في الملاعب. ارتدى النني القميص رقم 33 في بازل، وشارك في 70 مباراة على المستويين المحلي والأوروبي، كما توج بالدوري السويسري 3 مواسم متتالية. لم يغب النني عن المنتخب المصري، حيث لعب في 35 مباراة دولية ما بين رسمية وودية. صباح اليوم استيقظ ملايين المصريين على صورة للفرعون المصري بقميص المدفعجية، ليصبح أول مصري يطأ ملعب الإمارات الخاص بفريق أرسنال متصدر الترتيب في الدوري الإنجليزي حاليا. صفقة تقدر بنحو 8 ملايين جنيه استرليني، سوف يعود منها 15% على ناديه المقاولون العرب. قصة كفاح جديدة وأمل ظل نصب عين النني حتى حققه، لكن أمنية والدته ستظل أن تراه يختم حياته مرتديا قميص الأهلي المصري قبل اعتزاله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. النهارده ناس كتير قوي مكتئبه بسبب ما تعرضت له البورصه المصريه من خسائر فادحه، راى البعض انها خميسا اسودا على كل المتعاملين في البورصه المصريه، لان راس المال السوقي للاسهم المقيده خسر حوالي 17 مليون 72.72% ليصل الى مستوى قياسي عند 384.3 مليار جنيه، مقابل مستوى 401.75 مليار جنيه في بداية الجلسة. ايه اللي حصل في البورصة النهاردة؟ ليه هذا الرقم الكبير؟ هل يعني ان البورصة المصرية في طريقها الى هذا الى انخفاض متتالي؟ هل يعكس اي شيء له علاقة بالواقع؟ خلونا نشوف الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية. مساء الخير يا دكتور. استاذ خالد، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. دكتور، ممكن تحكي لنا هو ايه اللي حصل النهارده ولماذا وماذا يعكس؟ لا، هو مش النهارده، احنا بقالنا من كذا يوم، وبالتحديد كده من اول سنه 2016. وعشان تبقى برضو الناس متابعه، يعني احنا طبعا كنا اكثر حده بعض الشيء من الاسواق العالميه، ولكن حتى المتابعين تقرا حتى كده في العناوين الرئيسيه ان البورصه الامريكيه تواجه اسوأ بدايه في تاريخها. نعم. يعني دائما ما يتميز شهر يناير، حتى احنا كاكاديميين ساعات بنسمي حاجه اسمها جونيوري افكت، تاثير يناير. دايما تاثير يناير بعد الاجازات غالبا بيشهد ارتفاعات في الاسعار دي في تاريخ العالم كله. اول مره
يحصل ما حدث خلال ال10 ايام اللي فات على مستوى بورصات العالم كلها. طبعا احنا جزء مما يحدث في العالم، قد نكون اكثر حده في بعض الاحيان، قد نكون اقل حده، ولكن واضح ان العالم كله بيواجه ازمه ثقه كبيره. هناك تخوفات كبيره جدا من تطورات الاقتصاد العالمي، هناك تسارع كبير جدا في اسعار النفط بتعكس الناتج الصناعي في الدول الكبرى ايه اللي هيحصل فيه، وبالتالي البانيك حاصل على مستوى العالم. الدول الناميه بتكون اكثر تاثرا، او الاسواق الناشئه تكون اكثر تاثرا، ولكن هو مش النهارده، هو مجموعه ايام ورا بعضها بتعكس حاله القلق في الاسواق العالميه. ايه اللي حصل النهارده في عمليات البيع والشراء ادى الى هذا المبلغ، ولماذا اوقفتم التعامل؟ لا، ايقاف التعامل ده مش احنا اللي بنوقف. ايقاف التعامل ده ليه طريقه، ان اي سهم بيزيد 5% او بينخفض 5% بيقف عليه التعامل لمده نصف ساعه. اذا وصل مؤشر البورصه اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا 5% فوق او تحت، بيوقف التداول على البورصه كلها لمده نص ساعه. اللي حصل ان في الدقيقه 2:26 قبل ما نقفل الجلسه ب4 دقائق كسر حاجز اي جي اكس 100 ال 5%، فتم ايقاف التداول نص ساعه. طبعا ما فيش نص ساعه لان نهايه الجلسه كانت بعد 4 دقائق، فتم ايقاف التداول لنهايه اليوم. ولكن زي ما بقول لحضرتك، هي القصه مش مرتبطه بالنهارده، هي القصه مرتبطه نعم. من بدايه 2016 على بعضها. لكن النهارده تحديدا حصل حاجه ادت الى هذا الرقم، البيع والشراء. ما النهارده بالامس برضه كانت الخسائر كبيره، واول امس كانت الخسائر، هي الخسائر متراكمه متتاليه. يعني نعم. النهارده مؤشر البورصه الرئيسي 5.5، امبارح كان 4%. يعني هي الامور بتتصارع بشكل متعب بعض الشيء، ولكن الناس مفترض انها بتتريث. يعني مش حتى على مصر، على مستوى كل الدول الناس لازم هتقف في فتره من الفترات وتقول والله هل الاقتصاديات وضعها بهذا السوء، ولا هناك حاله من حالات الذعر بعض الشيء، هناك حاله من حالات الاوفر شوتنج احيانا. ودي طبيعه الاسواق. يعني طبعا طبيعه سيئه، ولكن بنمر بمراحل كثيره جدا. اخرها في شهر 8 اللي فات برضه واجهنا نفس الازمه ونفس الموجه مع انخفاض اسعار البترول بشكل كبير. فده يعني دورات الاسواق اصبحت بتتكرر، ولكن بشكل متسارع اكثر من ذي قبل. لو كنت بتقدم نصيحه للمستثمرين في البورصه تقول لهم ايه؟ لا ابدا، احنا النصيحه دايما مستمره ان انت في الاخر، يعني طبعا ما حدش يقدر يلوم الناس لما بتبيع في حاله القلق اللي بتحصل، ولكن دائما لازم نتعلم من التجارب. التجارب بتقول لنا في معظم الاحيان كل ما بتبقى في فترات هبوط بيعقبها فترات صعود بعد كده، ولكن انت في الاخر محتاج تركز على وضع الاقتصاد بتاع البلد بتاعتك، محتاج تركز على وضع الشركات اللي بتستثمر فيها، وتتخذ قرارك الاستثماري طبقا لهذه الامور ورؤيتها، بدون الحاجه للتسارع بعض الشيء، او ان الذعر هو اللي يحكم عمليه اتخاذ القرار وليس عمليه التريث في اتخاذ القرار. هل حصلت تجربه شبيهه بدي عندنا وحصل هذا الانهيار ثم حصل صعود؟ ده مش تجربه، ده تجارب، ده عشرات التجارب. يعني لو الواحد يسترجع ده، انا دايما بقول لن تكون هذه المره الاخيره، ولكنها ليست المره الاولى، وهنفضل طول عمرنا ما نتعامل في اسواق مال سنواجه نفس الامور سنه بعد سنه ويوم بعد يوم واسبوع بعد اسبوع. ده جزء من طبيعه الاسواق، خاصه بعد الازمه الماليه العالميه 2008 اصبحت طبيعه الاسواق هي عمليه الفولاتيليتي او عمليه التذبذب الحاد جدا في تحركاتها وفي نفسيه المستثمرين خلال الاوقات الصعبه اللي زي دي. بشكرك جدا دكتور محمد عمران رئيس البورصه المصري. النهارده عندي ايه؟ النهارده احنا يوم خاص، النهارده يوم رياضي، يبدو رياضي. الاهلي بيلعب مع الداخليه دلوقتي والنتيجه 1-1 وفاضل دقيقه او حاجه. الماتش خلص كمان، الماتش خلص بالتعادل 1-1. الاهلي خسر نقطتين في صراع على القمه، بس مع فريق كبير زي فريق الداخليه. وعايز الفت النظر الى لاعب مهم، تريكا الجديد اللي موجود في نادي الداخليه، ولد موهوب لمساته ساحره في الملعب. طيب النهارده مصر ستبدا وتحتفي وتستقبل بطوله الامم الافريقيه، بطوله افريقيا لكره اليد. حدث مهم جدا وليه دلالات مهمه في هذا التوقيت. الناس قاعده تخوفنا من 25 يناير، مش عارف ايه الكلام الفاضي ده. لا، احنا هننظم بطوله كبيره وهنستقبل الدول الافريقيه كلها في مصر، وستقام البطوله بشكل مشرف ان شاء الله. ونتمنى ان
نحصل عليها. هيكون معي السيد اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، والمهندس خالد العوضي مدير، ده طبعا خالد العوضي كان نجم المنتخب القومي في كرة اليد، مدير بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد. هيكون معانا الدكتورة هالة زكي رئيس لجنة الإحصاء ببطولة الأمم الإفريقية، اللي عاملة مفاجأة وعاملين برنامج جديد في مصر لأول مرة، هنبقى ثالث برنامج موجود في العالم لحساب النقاط. الفقرة الثانية، ما فقرتين، الفقرة الثانية خاصة بأبطال الأولمبياد، أبطالنا اللي رايحين يمثلونا في الأولمبياد في البرازيل. معايا عدد من النجوم، كابتن إسلام محمود حامد صاحب ذهبية إفريقيا في لعبة الخماس الحديث المتأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو، الكابتن هدير سيد مخيمر صاحبة ذهبية أولمبياد الشباب وبطلة إفريقيا في الرماية، والكابتن محمد إيهاب محمد صاحب برونزية العالم في رفع الأثقال. ومحمد ليه حكاية لطيفة، محمد في يوم من الأيام فكر ووافق إنه يتجنس بجنسية قطر، ولكن كانت الأقدار لها إرادة أخرى. إيه اللي يخلي بطل مصري يقبل إنه يتجنس؟ الأبطال دول بيشتغلوا بأقل الإمكانيات، ممكن يرفعوا علم مصر ويرجعوا لنا بميداليات، واحنا أعداد ما حصلنا عليه من ميداليات في الأولمبياد محدود جدا. ما عندناش ولا لعبة جماعية راح الأولمبياد دي غير كرة الطايرة فقط، كرة القدم خذلونا زي ما انتم عارفين. طيب نطلع من هنا ونروح البرلمان. النهارده البرلمان كانت أهم حاجة النهارده مناقشة قانون الخدمة المدنية من اللجنة المشكلة علشان تناقش هذا القانون وتقول قابلينه ولا رافضينه. بس عايز اشرح لكم حاجة قبليها. يعني اللجنة اللي بتناقش القانون مش معناها لما تقول لا للقانون يبقى القانون خلاص اتلغى قانون الخدمة المدنية، لا، ده معناه انه هيتعرض على مجلس الشعب وهيتم التصويت. قد يكون التصويت وهيتناقش بقى، قد يكون التصويت بنعم ويوافقوا اللجنة او يرفضوا، الأغلبية هي اللي هتحكم في هذا الأمر. إذن القانون كما ردد البعض ونشر البعض تم رفضه من مجلس الشعب، لا، هو تم رفضه من لجنة القوى العاملة اللي بتناقش هذا القانون. النهاردة السيد وزير التخطيط راح قعد مع اللجنة. أقول لكم مجموعة من المشاهد. مشهد واحد، سجل النواب اعتراضهم على القانون بالكامل واتهموا الحكومة باستغلال غياب البرلمان لإصداره لأن به عوارا قانونيا. مشهد اتنين، اللجنة استقبلت وزير التخطيط اللي استقبل الهجوم عليهم بالابتسام. إحدى النائبات قالت للوزير وشك بيجيب ألوان ليه يا سيادة الوزير؟ أنا شايف إن دي لغة. أنا مش فاهم البعض الذي يرى إن أنا طالما ممثل للشعب يبقى ليا سلطان إهانة الآخرين أو المنظرة عليهم، وإنه إيه هيحاول يكسب ودي علشان أنا ممكن أعمل طلب إحاطة ولا استجواب. يعني إيه؟ يعني إيه وشك جاب ألوان؟ يعني جملة غريبة شوية. الوزير طبعا رفض هذا الكلام. الوزير قال إن أنا مش يعني ممكن أرد على الجملة دي بس عداها كتر خيرك. الوزير عرض وجهة نظره، ده مشهد 4، ودافع عن القانون بقوة وقال إن في خطورة من إلغائه على الدولة كلها، وقال ده هيخلي البلد في مرحلة الخطر ماديا وسياسيا واجتماعيا. احنا ناقشنا القانون كتير، القانون فيه بنود مهمة، فكرة المساواة، فكرة إلغاء الوساطة وده جزء من الفساد الكبير في مصر، فكرة إنك تبقى اللي يشتغل ياخد واللي ما يشتغلش يروح، اللي يتعين ما يبقاش يروح ينام ويشتغل شغلانتين بره ويسيب الشغل بتاعه، في تقييم وممكن يتقال له مع السلامة. مش عارف الاعتراض على ايه، اللي خدوا مكاسب خايفين على ايه. قال احد النواب للوزير انت عايش في كوكب تاني يا ست الوزير؟ رد عليه لو سمحت انا ارفض هذه الكلمة وممكن ارد عليك. مشهد 6، وزير التخطيط قال للجنة القوى العاملة اتمنى التراجع عن موقفكم المبدئي برفض القانون وتنظروا للمصلحة العامة للدولة لان قراركم مبني على كلام مرسل. مشهد 7، انسحب احد النواب بشكل مفاجئ وترك رسالة توضح سبب انسحابه. مشهد 8، قراءة الرسالة الخاصة بالانسحاب اللي فيها اتهام لأحد النواب بتلقي تأشيرة ب100 مليون جنيه من وزير التخطيط،
وقال ان دي رشوه لتمرير القانون. رئيس لجنه القوى العامله الاستاذ صلاح عيسى صرخ وقال لهم دي مش رشوه، ده مبلغ مخصص اساسا من وزاره التخطيط لمحافظه الاسكندريه للصرف الصحي، والمحافظ طلب ان احنا نذكر الوزير وهو موجود، فعرضوا عليه البتاع فمضى. مشهد 10 قرر صلاح عيسى فتح تحقيق في اتهام النائب واثبات الواقعه في المضبطه، وجعل الجلسه سريه ومنع الصحفيين من الحضور. مشهد 11 رفض قانون الخدمه المدنيه واعداد التقرير الخاص بتوصيات اللجنه لتسليمها لرئيس المجلس لاتخاذ القرار النهائي بالجلسه العامه الاحد المقبل. معي السيد المستشار بهاء ابو شقه. مساء الخير سياده المستشار. اهلا خير بيه، ازي صح؟ ازاي حضرتك سياده المستشار؟ الله يسلمك. سياده المستشار، ممكن نفهم بحكم موقعك في البرلمان مسؤولا عن التشريع، ايوه اتفضل. دور اللجان، هل اللجنه عندما توصي او ترفع تقريرها الخاص في اي من القوانين المعروضه عليها لرئيس المجلس لتعرض على المجلس، هل هذا القرار ملزم، هذا التقرير ملزم للاعضاء، ملزم باي شيء؟ هذا التقرير تقرير استرشادي وليس ملزما، يعني تقرير استشاري بيعرض شأنه شأن مثلا في النقض الجنائي، لابد أن تبدي نيابة النقض رأيها. نعم. إنما ذلك ليس ملزما للمحكمة، يعني قد تنتهي بقبول الطعن والمحكمة تنتهي برفضه والعكس صحيح. نعم. إنما دور اللجان أننا بنفعل الدستور واللائحة، فبيتعرض يعني بتعرض وبتناقش القرارات بقوانين، كل لجنة وفق القرارات بالقوانين التي أحيلت إليها، ثم بتبدي رأيها بالإقرار أو بالرفض. وهذا النهج هو ما اتبعته بالنسبة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. تناقشنا على مدار 3 أيام واستعرضنا القرارات بقوانين، ويمكن ما عرض على اللجنة هو أخطر القرارات بقوانين لأنه متعلق بالقوانين المكملة للدستور، وانتهينا فيه إلى إقرار جميع القرارات بقوانين 34، وأصدرنا بيانا للإعلام في هذا الخصوص أوضحنا فيه كل شيء. ومن كان لديه اعتراض على نص أو على فكر أو على أي شيء بالنسبة لقرار بقوانين، أخذنا الاعتراضات وأرفقناها بكل قرار بقانون على حدة. والمسألة أولا وأخيرا هي قرار المجلس. نعم. وفقا للمادة 156 من الدستور. فكل ما يقال وكل ما يثار في هذا الخصوص يعني مآله في النهاية إلى أن هذه أو ما يصدر من اللجان، وأنا يمكن هو توصية أو أخذ رأي غير ملزم. البرلمان بتعرض عليه وبتناقش وبيصدر قرار إما بالإقرار وإما إذا لم يقر في خلال 15 يوما من تاريخ بدء المجلس، فبيزول ما لها من أثر قانوني. وفي آخر المادة بيعطي مثلا إذا ترتب على قرار حقوق أو إنشاء التزامات أن يحدد مدة لسريان هذا إذا رأى انتهى إلى رفضه. ده الفكر القانوني والدستوري السليم في هذا الخصوص. سيادة المستشار، هل حددتم ماذا ستفعلون مع القوانين أو القرارات بقوانين التي صدرت منذ ولاية السيد المستشار عدلي منصور وحتى الآن؟ شوف حضرتك، نحن محكومون بنصوص دستورية وقانونية ولائحية. الدستور في المادة 224 قال أو أورد بما مفاده أن القوانين التي صدرت قبل العمل بالدستور بتعتبر نافذة.
نعم. وعلى ذلك فكافة القرارات بقانون التي صدرت قبل العمل بالدستور لا شأن لنا ولا تنطبق عليها المادة 156 من الدستور. زي قانون التظاهر على سبيل الفرض هذا. يعني قانون التظاهر لن يعرض على مجلس الشعب؟ لم يعرض على أي لجنة لأنه صدر قبل العمل بالدستور. نعم. يعني كل القوانين التي صدرت قبل العمل بالدستور لن ينظرها مجلس الشعب. القرارات بالقوانين التي صدرت قبل الدستور هناك نص انتقالي صريح وواضح لا يحتمل لا لبس ولا تأويل ولا تحوير ولا تفسير، أوضح أنها نافذة، فلا مجال للخوض فيها بلا سند دستوري. نعم. طيب سؤال الأخير سيادة المستشار، البعض فهم أو روج أو نشر أن رؤساء اللجان وأعضاء هذه اللجان هم الممثلين لهذه اللجان في مجلس الشعب حتى انتهاء دورته، والبعض الآخر قال لا، هذه فترة 15 يوما فقط. فما هي الحقيقة القانونية؟ اللي هي اللجان الممثلة حاليا. نعم. يعني السؤال بالنسبة للجان التي هذه اللجان لجان مؤقتة لحين إصدار اللائحة التي لأن نص الدستور أن المجلس هو الذي يضع اللائحة الخاصة به. نعم. ويصدر بها قانون. بمجرد أن نكون أمام لائحة، لأن اللائحة التي نتعامل معها ونعمل بها وضعت لتتعامل مع دستور ألغي، ودستور 1971. فنحن نعمل من هذه اللائحة من النصوص ما لا يتعارض مع الدستور. إذا تعارض نص مع الدستور بنعمل الدستور باعتبار أن الدستور هو القانون الأسمى. إذا ما تعارض معه قانون أو لائحة فبيعتبر الدستور نافذا بقوة الدستور. فإلى أن نكون أمام لائحة، هذه اللائحة بتنظم اللجان، لأن هناك فكر يتجه وأنا مع هذا الفكر أن نزيد من عدد اللجان حتى نتوائم ونخفف الضغط على اللجان. يعني مثلا لجنة الشباب والرياضة على سبيل المثال، ففي لجان بتحتاج إلى أن يعني تقسم وتكون كل قسم لجنة مستقلة حتى تستطيع أن تباشر العمل في هدوء وفي فحص أكثر. فيعني المسألة الآن مرتبطة بإجراءات. هذه الإجراءات لابد أن نعي جيدا أنها لابد أن تكون متفقة مع الدستور. اللائحة هي من الأولويات أيضا التي تجابه المجلس، لأن هذه اللائحة هي التي ستحدد اللجان وستحدد المسيرة بعد ذلك، وكل لجنة هتباشر اختصاصها، ونكون أمام مسيرة يعني منضبطة ومسيرة بتتحقق بها آمال الشعب في أن نكون أمام برلمان. يعني أنا مع ضد ما يقال، لأننا أمام يا خيري بيه لابد أن يعني نقرأ المشهد جيدا لنصدر الحكم. نعم. نحن أمام ديمقراطية وليدة. غابت الديمقراطية، شمس الديمقراطية عن مصر منذ أكثر من 60 عاما. يعني أنا شايف نواب وفي شباب ومتحمس ولديه رغبة أكيدة في أن يعمل وفي أن يبني مصر الحديثة. فلا بد يعني أن نقف إلى جوار هؤلاء النواب حتى نستطيع أن نحقق الديمقراطية التي كانت هدفا من أهداف ثورة 25 يناير و30 يونيو، والتي سالت من أجلها دماء كثيرة، دماء شهداء ودماء مصابين. معلش برضه عندي شوية انفلونزا بس عشان الصوت. سلامتك، ألف سلامة. كل هذه المسائل لابد أن توضع في الاعتبار. طبعا سيادة المستشار، أنت هذه النافذة المحترمة من خيرة الإعلاميين، ربنا يخليك، لابد أن نقف إلى جوار هذا الاستحقاق الثالث، لأن هناك من يحاول أن يشوه هذه الصورة وأن يهدم الديمقراطية
فيعني لابد ان نتكاتف جميعا الى افشال هذه المخططات والى ان نتصدى لهذه الرغبات وان نحقق ما يصبو اليه الشعب. طب سعيا الى هذا سياده المستشار، حقيقه وليده لابد ان نرعاها حتى تنمو وتزدهر باذن الله تعالى. باذن الله، ونحن معكم وسنسعى الى ذلك جاهدين، واملنا كبيره جدا في التجاوز عن كل ما مضى وننظر الى القادم واكتشاف مواهب وعقول مختلفه في هذا البرلمان. لكن ماذا سيتم مع نائب مهم جدا وانسحابه من المجلس قد يشوه كثيرا الصورة مثل النائب كمال أحمد؟ ماذا فعلتم؟ هل سيتم تدارك الأمر؟ هل سيتم إثنائه عن قراره؟ والله يعني أقول لسعادتك حاجة، في فن السياسة، وأنت يعني من الخبراء السياسة اللي نعتز بيها، ربنا يخليك، في حاجة اسمها فن الموائمة. ففن الموائمة يعني لابد ان يعني ما نبقاش يعني حتى لو ان هناك يعني ما قد نختلف فيه عن اراء صواب او خطا، انما الرجل كان له وجهة نظر باعتبار انه برلماني يمارس العمل السياسي والبرلماني طوال 50 سنة، وقال كلمته وعرضت على المجلس، والمجلس انتهى الى رفض هذه الاستقالة. لابد ان نتقبل هذا الامر يعني بسلاسة ودون ان نخوض في سفسطة. هذه السفسطة يعني هكذا موضوع النائب كمال احمد اغلق تماما. طب كويس. الرجل بيرأس لجنة بيمارس، وهو رجل ديمقراطي وله رائع. ده خبر كويس ان احنا نطمئن الى وجوده في البرلمان وانه تراجع عن استقالته بعد رفض مجلس الشعب. المجلس رفض هذه الاستقالة. نعم. الرجل انحنى الى قرار المجلس وبيعمل الان بيرأس لجنة، ويعني الجميع يعني صمم على رفض هذه الاستقالة، والرجل انحنى لهذا الرأي ونحن بنحييه. ودي هي الديمقراطية يا خيري بيه. صحيح. الديمقراطية مفهوم الدستوري كما تعلم هي الرأي والرأي الآخر. نعم. ولا بد أن نتقبل الرأي الآخر، وما يستقر عليه المجموع لا بد على الجميع أن ينحني له وأن يتعانق من أجل تحقيق ما استقر على المجموع، حتى لو كان هناك مخالف لهذا الرأي لا بد أن يقبل، لأن غير ذلك لا نكون أمام ديمقراطية ولا نكون قد حققنا ما يصبو إليه الشعب وما قاتل من أجل الشعب طيلة 60 عاما حتى نصل إلى هي ديمقراطية قد تكون وليدة. يعني احنا ممكن بس نرعاها بس إن شاء الله وتكبر وتنتقل إلى المجتمع ككل. أنا بشكرك جدا سيادة المستشار المحترم بهاء أبو شقة المسؤول عن التشريع في مجلس الشعب والقيادي الوفدي الكبير. طيب، النهاردة مجلس الدفاع الوطني وافق على تمديد مشاركة قوات الجيش في مهمة قتالية خارج الحدود تهدف للدفاع عن الأمن القومي، وذلك لمدة عام بحسب ما ذكرته رئاسة الجمهورية في مصر اليوم. الرئاسة قالت في بيان أن المجلس وافق على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب. البيان قال أن التمديد سيستمر لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب. الرئيس طبعا المجلس اجتمع برئاسة الرئيس، والقرار بيقول لنا بس ان قواتنا اللي موجودة في باب المندب وفي الخليج من قوات بحرية او قوات طيران طلع بشكل يمتد الى مدة عام قادم ان شاء الله. طيب، قبل ما اطلع فاصل بس هقف قدام الصحف البريطانية بسرعة اللي بتقول البترول سيصبح أرخص من الماء، والمؤشرات تتحدث عن أنه قد يصل إلى 10 دولارات، وهذا لم يحدث منذ 18 عاما، ودي كارثة. دول الخليج هتتأثر كثيرا، وخاصة السعودية، الكويت، الإمارات، وأبو ظبي تحديدا، ومصر. ماذا سيحدث لنا؟ كيف استعددنا؟ ما هي تصوراتنا
بعد انخفاض أسعار البترول إلى هذا الحد؟ ما هو المفيد في الأمر وما هو المفزع في الأمر؟ هل يا ترى ده هيخفف عن الميزانية اللي بتدعم بما يقرب من 100 مليار للمشتقات البترولية، فده هيوفر على الميزانية؟ هل هيؤثر على إنتاجنا من البترول؟ هل هيؤثر على الدعم الذي نلقاه من أشقائنا العرب؟ هل يتأثر الإقراض؟ كل ده عمليات إنهاء الأعمال التي تطال كل ما له علاقة بالبترول بنسب 40 و50%. إنهاء أعمال وإغلاق شركات، هل هيمتد إلينا أو لا؟ أم لا؟ هل وزارة البترول لديها فريق عمل يتحدث في المستقبل يضع استراتيجية لما هو قادم؟ أتمنى ذلك، ونستطيع أن نبحث ونسأل وزارة البترول عن هذا الأمر. خلوني أطلع فاصل، عندي أخبار كتير بس للأسف الوقت لازم أعزي في الثمان أشخاص الذين قتلوا غدرا في عمليات إرهابية في جاكرتا في إندونيسيا، و5 في تركيا. الإرهاب يجوب العالم ويتغلغل ويمتد، لم يصبح أحد منا آمنا في أي مكان في العالم. الإرهاب لا يفرق، لا توجد دولة آمنة. من أخرج الثعبان عليه أن يتعامل مع رأسه. هطلع فاصل، بعد الفاصل هستقبل ضيوفي الأعزاء. هنتكلم عن بطولة إفريقيا، الأمم الإفريقية لكرة اليد. هيكون معايا السيد اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، المهندس خالد العوضي مدير بطولة الأمم الإفريقية، رئيس الدكتورة هالة زكي رئيس لجنة الإحصاء ببطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد. بعد الفاصل. يعرفه زوار معارض الكتاب جيدا تطبيق العم أمين على الهواتف الذكية الذي صممه مجموعة من الشباب لمساعدة زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب ليرشدهم إلى كتاب معين، فبه خريطة تفاعلية مفصلة لأرض المعرض. احنا هدفنا ان احنا نساعد الناس ان هم يوصلوا للكتاب المناسب بكل سهولة، زي أمين المكتبة اللي دوره ان هو بيرتب الكتب وبينظمها، وعشان كده احنا اخترنا اسم عم أمين. خلال فترة المعرض السنة اللي فاتت تطبيق عم أمين حصل عليه أكتر من 290 ألف عملية بحث. أصحاب عم أمين عكفوا على تقديمه بشكل جديد وخدمات أكثر هذا العام. أول خدمة موجودة اللي هي خريطة المعرض، تاني خدمة هنلاقيها على طول اللي هي جدول الأنشطة، أقدر أتصفحهم من خلال نوع النشاط أو من خلال اليوم اللي بيتعمل فيه. تالت حاجة ودي من الحاجات اللي احنا مقدمينها جديدة السنة دي، حفلات التوقيع. ما فيش اي حاجه وقفتنا لحد الان الحمد لله، احنا بنصرف من جيبنا واستعدينا بشكل تام، بدانا نجهز لكل حاجه، وعلشان كده بدانا نوفر موضوع الرعايه علشان يقدر يساعدنا. احنا طلبنا من الهيئه المصريه العامه للكتاب بعض التكاليف اللي تساعدنا ان احنا نستمر. قالوا لنا ان ده مش متاح، خاصه ان احنا يعني مثلا قالوا لنا انتوا دلوقتي ما عندكوش طلبه، خلاص انتوا بقيتوا تعتبر شركه، فاحنا ما ينفعش ان احنا نساعدكم. ده حاجه خاصه بالثقافه مثلا، بوزاره الاتصالات اكتر، فعلشان كده احنا رحنا لوزير الاتصالات واتكلمنا معاه، فاحنا ما لقناش اي دعم تقريبا. أنا بتمنى لعم أمين إن هو يبقى نواة مجتمع ثقافي في مصر، يرشد الناس الكتب اللي هم بيحبوها، يرجع تاني يرجع عادة القراءة عند الشعب المصري. سواء في أو ما فيش، احنا الحمد لله مكملين وهنوصل بعم أمين اللي احنا عايزينه إن شاء الله. تجربة رائدة لمجموعة من الشباب أحبوا القراءة فقدموا لها تطبيقا ذكيا أثبت نجاحه العام الماضي دون أن يحصلوا على دعم من المسؤولين، فهل سيجدون دعما هذا العام؟ بسنت شحاتة ممكن. الرئيس عبد الفتاح السيسي يترأس اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني ويمدد مشاركة الجيش في تأمين باب المندب. لجنة القوانين ذات الأهمية الخاصة بالبرلمان توافق على 7 قرارات لرئيس الجمهورية. وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي يصرح أن لجنة القوى العاملة تعد التقرير النهائي لقانون الخدمة المدنية لعرضه على البرلمان.
وزير الثقافة حلمي النمنم يعلن عن تفاصيل العام الثقافي المصري الصيني 2016 في مؤتمر بدار الوثائق القومية بالفسطاط. الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية يفتتحان مشروع إعادة تدوير المخلفات السائلة والصلبة لإنتاج ملح عالي النقاء بالفيوم. وزير الآثار ممدوح الضماطي يفتتح معرض الآثار المستردة بالمتحف المصري بالقاهرة بحضور سفيري فرنسا والنمسا. وزارة شؤون الهجرة المصرية تنجح في الإفراج عن مصري سجين بالسعودية. محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر يستعين بمتخصصين في تطوير المحاور المرورية بالمدينة. تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن تفجيرات العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم. رئيس الوزراء التركي داوود أوغلو يصرح أن المدفعية التركية قصفت مواقع لتنظيم داعش في سوريا والعراق بعد اعتداء اسطنبول. الالعاب الجماعيه دايما بتبقى متعطشه لوجود الجماهير، اخر 4 سنين ما كانش فيه تواجد للجماهير داخل الملاعب المصريه، فهذه البطوله هي اعلان لعوده الجماهير، استعدادات قائمه على فكر جديد في استضافه الجماهير عن طريق ان التذاكر لا تخضع للسوق السوداء ولا تخضع للتزوير، لان دخلنا في طريقه الميكنه وبيع تذاكر اونلاين، وبالتالي اعتقد ان هيقدم على انه يتفرج على هذه المباراه جايه بدافع الاستمتاع، بدافع الطمأنينه، امن علشان يشجع باخلاص بلده، مش جاي علشان يثير شغب او يقول الفاظ خارجه. طريقه الحجز اختلفت عن الايام اللي فاتت كلها. دلوقتي الحجز بقى اول حاجه لازم بيبقى موجود بطاقه وبعدد معين، اللي هي كل بطاقه 4 تذاكر. بندخل بيانات البطاقه على التيكت اللي حضرتك بتاخده الاونلاين عن طريق الاب ستور على الابلكيشن بتاع شركه المدرج، تمام. بيقدر يحجز اونلاين وبيوصل له مندوب لغايه عنده بالتذكره. الايام الاولى بدات بهدوء تماما، لكن الايام ديت في رواج، يعني امبارح والنهارده في اقبال كبير يعني على البطوله. الصالة كلها زي أي صالة في العالم النهاردة محكمة بالكاميرات التصوير، كلها بتعرض داخل غرفة عمليات الداخلية. مشكورة الجهاز الشرطي والأمني اللي في الدولة، هيمنع دخول الناس من بره بدون تذاكر مصحوبة بالبطاقة. لازم أوري بطاقتي اللي مرسومة على التذكرة في نفس الوقت مع البطاقة الأصلية عشان يسمحوا لي بالدخول. ده خارج أسوار الصالة. داخل أسوار الصالة هيبقى هناك كل الناس مدنيين من الشباب المتطوعين خريجي الجامعات وطلبة الجامعات علشان يساعدوا الناس على أنها تقعد مكان. المنتخب الأول عناصر شابة لها خبرات، وضم إليها عناصر من فريق الشباب اللي أخذ رابع العالم، وبالتالي احنا مستعدين لهذه البطولة والبطولات الجاية بحيث ان احنا نرجع مجد الفريق المصري العملاق. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. بعد اسبوع من دلوقتي زي النهارده كده الخميس الجاي تستقبل مصر بطوله هامه جدا، بطوله افريقيا لكره اليد. كنا فرسان افريقيا في كره اليد. هذه البطوله مهمه لاشياء عديده. اولا
ان بصينا لها من منظور رياضي فده شيء عظيم جدا ان البطوله تقام على ارضنا، وان شاء الله نفوز. الفائز بهذه البطوله هيصعد الى اولمبياد البرازيل. الثلاثه الاوائل هيروحوا لبطوله كاس العالم في فرنسا 2017. يعني مكسب كبير جدا، ترفع الروح المعنويه واضافه جديده للرياضه المصريه. حاجه تانية، دي اول بطوله منذ سنوات هيبقى فيها جمهور. الاشاره الى الاستقرار الامني في مصر، تجربه قد تنعكس على كره القدم، هتشجع الاقتصاد. يعني هذه البطوله من اهم البطولات اللي بتشهدها مصر. احنا استضفنا بطولات كتير، هذه المره المساله مختلفه. دعونا نقترب من هذه البطوله وكيف استعددنا واهميتها مع ضيوفي الاعزاء، وابدا من اليمين الكابتن خالد العوضي نجم مصر ومدير هذه البطوله. اهلا وسهلا يا كابتن، منورنا. تحب كابتن اكتر ولا مهندس اكتر؟ لا كابتن اكتر. كابتن اكتر طبعا. دي حقيقه. السيد اللواء علي درويش رئيس هيئه استاد القاهره. اهلا وسهلا سياده اللواء، منورنا. الله يخليك. الدكتوره هاله زكي رئيس لجنه الاحصاء ببطوله الامم الافريقيه لكره اليد. اهلا وسهلا. اهلا منورانا يا دكتوره. اهلا بيك. هبتدي من عندك بقى وتقول لي طمنا على فرقتنا، احنا شكلنا ايه؟ عندنا امال قد ايه في هذه البطوله؟ طبعا يعني طبعا فرقتنا الحمد لله اللي انا عارفه ان هي الاعداد كان كويس جدا. الاتحاد الهندوي وفر الاعداد ليهم كل الامكانيات الموجوده، معسكرات على قدم وساق من ساعه كاس العالم اللي فات في 2015 اللي كان مقام في قطر، والسنه دي كلها خدوها معسكرات اعداد وسفر خارجي ومباريات خارجيه، والنهارده هم اخر معسكر خلاص اخير متواجدين في اسماعيليه، عارفين على نفسهم تماما، وان شاء الله هيوصلوا مصر من الاسماعيليه يوم الثلاث بالليل، وهيخش المعسكر خلاص النهائي اللي هي للبطوله باذن الله هتقام ماتشاتها يوم الخميس القادم باذن الله. متابعين الفرق الثانيه، شايفين احنا فين وهم فين، يعني املنا انت كلاعب بقى وشايف مستوى الفرقه مطمنك؟ بص الحمد لله الجيل ده واللي اتعمل فيه واللي اتعمل معاه جيل كويس جدا، جيل شاب، جيل فيه لعيبه وصلت رابع العالم في البرازيل الدوره اللي فاتت. فالحمد لله الجيل كله متماسك. اي منتخب عايز تولده في الحياه لازم يكون عنده 6-7 اجيال جايه ورا بعضيها مختلفين الاعمار، مع 2 لعيبه 2. لا الجيل ده متواجد فيه العنصر بتاعه حوالي 23 سنه، حاجه سنهم صغير يعني سن شاب عنده خبرات كويسه، ومعاه ناس خبره برضو اكبر منه شويه، معاهم 4-5 لعيبه خبره في الملعب. اعتقد التوليفه اللي عاملها كابتن مروان رجب في الملعب يعني او في اللعيبه دي توليفه كويسه. بالنسبه للمنتخبات المشاركه اكيد تونس ليها قدر قوي جدا، واكيد الجزائر ليه قدر قوي اكيد جدا. عندهم مراره، احنا لسه واخدين منهم كره الطايره وسافرنا، فهتبقوا طبعا. بص احنا دايما التنافس بيكون مصري تونسي جزائري. الجزائر هي بطله افريقيا في اخر 2014 اخر بطوله، وعندنا تونس بتستعد كل استعداداتها اكيد عند كابتن مروان، وكل الماتشات دي بيستعد بيها. لكن انا شايف طبعا ان احنا فرصتنا هتكون اقوى كثيرا بعد كل التحضيرات اللي بتحصل، بعد الجماهير ان شاء الله اللي لازم تملى ارض الملعب، مع وجود سياده الرئيس وهو راعي الرسمي. خلاص متاكدين الرئيس هيحضر ان شاء الله باذن الله، جالنا تاكيدات ان هو هيكون موجود في وسطينا باذن الله ان شاء الله. تواجد كل الدوله وتواجد طبعا سياده الرئيس دي حاجه قويه جدا، مديها اللعيبه دافع معنوي، مديانا كلنا كلجنه تنظيم دوافع اخرى ان احنا نقدر ننتج انتاج كويس. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا وفرقتنا تكسب وكلنا نستمتع يا رب يا رب يا كابتن باذن الله. سياده اللواء طمنا، اول بطوله هتقام على استاد القاهره وجماهير وحاجات كده، فكيف استعددتم لهذه البطوله الهامه؟ اول بطوله كره يد في عهدي في تواجدي، لكن طبعا استاد القاهره او هيئه استاد القاهره اقيمت عليها بطولات كتير قوي، مش يعني بعد الثوره، انا اقصد في هذه المرحله بعد منع الجماهير. اقيمت عليها يعني كان في بطوله العالم في الخماسي مختلفه ايضا شويه مختلفه، لكن اتنظمت تنظيم جيد. الحقيقه يعني الاستعداد للبطوله دي، احنا طبعا حضرتك عارف ان مصر هتجهز بطوله او هتنظم بطوله العالم 2021. نعم. فاحنا حاطين يعني في اعتبارنا ان البطوله دي ان شاء الله هتكون بروفا ل 2021. الدوله ما بخلتش على هيئه استاد القاهره، صرف على الصالات مبلغ يعني كبير، لدرجه ان انا بفكر ازاي انا هحافظ على الحاجه دي، مش صرفنا وخلاص والموضوع خلص. الصاله رقم 1 الرئيسيه اللي هتستقبل مباريات فريق مصر هتبقى صاله عالميه ان شاء الله، هتليق باسم مصر مش على المستوى العربي والافريقي، على مستوى العالم. كل انظمتها اتغيرت. صاله رقم 2
برضو تم تجديدها بالكامل. الصالات كلها جهزت بمنظومه مراقبه بالكاميرات، بوابات دخول والتذاكر اللي اتكلم عليها الدكتور خالد حموده في التقرير اللي احنا سمعناه. عايز اقول لحضرتك نظام الصوت او هيبقى متميز. سيستم الاضاءه هو الوحيد في العالم موجود في استاد القاهره في الصاله رقم 1 في صاله مغطاه، لان هو تم تنفيذه بالهاي ديفينيشن في صاله مفتوحه في اسبانيا. انما احنا عندنا ده اول مره في العالم فاحنا تم تجديد غرف. انا مش عايز يعني لا فرحنا كلها اخبار يعني تم تجديد كل حاجه في الصاله، شاشات، نظام اضاءه، ملعب، كراسي، نظام الدخول طبعا ومسيطر عليه من الشوارع المحيطه بهيئه استاد القاهره. مسيطر عليه. اللقاعات مجهزه بكاميرات لمراقبه كل التفاصيل. هو مش القاعات بس. نعم. القاعات بالنسبه للصالات المغطاه من الابواب الداخليه المؤديه للصاله وممرات دخول الجمهور الى ان يقعد على كرسي بالرقم. انما احنا لسه منتهيين من انتهاء نظام المراقبه بالكاميرات لاستاد القاهره لملعب كره القدم، والكاميرات اللي فيه 299 كاميرا ماسكه الشوارع المحيطه الى البوابات المؤديه للهيئه. ده الاستاد بتاع كره القدم. ده احنا تم تجهيزها، يعني احنا مراقبين الشوارع المحيطه وبوابات دخول الهيئه والشوارع داخل الهيئه المؤديه لبوابات دخول استاد ملعب كره القدم الى المدرجات. كل كرسي متشاف طبعا برقم. طبعا في 92 كاميرا في ملعب استاد الكوره بس، من احدث كاميرات العالم. طيب انا هرجع لحضرتك تاني اعرف التعامل مع الجمهور، وانا اتبسطت ان انتوا واخدين تجربه المدرج او شركه المدرج اللي انا استضفتهم هنا، كانوا اول مره وكانوا بيتكلموا، كان عندهم احلام كبيره، فكويس لان عندهم فكر علمي هنشوفه في هذه البطوله يتطبق. اذا نجحوا هينفع يتطبق على كره القدم. التجربه دي هتفرق كتير في مصر قوي. طيب دكتوره هاله، احنا عاملين حاجه مختلفه في هذه البطوله، الاحصاء وبايدين مصريه وعقل مصري. فرحي لنا واحكي لنا هو ايه الحكايه؟ ليه احنا دي ثالث تجربه في الاحصاء في العالم؟ هي فعلا تجربه جديده بالنسبه لنا احنا في مصر، ان هي تبقى زي ما حضرتك قلت بايد مصريه، مهندس عبقري، عشان نثبت العالم كله ان المصريين برضو عندهم شباب واعي جدا، وشباب بس اول ما بياخد الفرصه بيبتدي يشتغل وبينتج زيه زي اي حد في العالم كله. خلاص ابتدينا ان شاء الله يعني احنا خدنا الخطوه، وان شاء الله الناس كلها نتعشم ان هي تمشي ورانا، الاتحادات كلها ان يبتدي ياخدوا الخطوه، ان احنا ما نعتمدش على غيرنا. يعني احنا عندنا العقل اللي يعمل، فعملنا فعلا، صممنا البرنامج، المهندس صمم لنا البرنامج، ما ابتديناش بقى نعتمد على الناس ان احنا نأجر من بره، الشركات اللي بره بتعمل البرنامج ونبتدي نأجر منها وهم يجوا يدربونا وبعد البطولة ياخدوا البرنامج ويمشوا. لا، احنا قلنا هنعمل البرنامج بكل تفاصيله، وجبنا فعلا المهندس وقعدنا معاه وقعدنا فترة طويلة جدا. احنا بنشتغل من شهر 5 على البرنامج. الجزء الفني كان معايا، والجزء التكنولوجي كان مع المهندس خالد اللي عمل لنا البرنامج، وخد كل صغيره وكبيره تفصيل عملها زي ما احنا قلنا. بره عملوا البرنامج في شركات طبعا كتير بتشتغل. كلمينا عن البرنامج، هيعمل ايه البرنامج ده؟ هقول لحضرتك البرنامج باختصار. احنا بنعمل سكاوتنج للمباراه، كل حاجه فنيه وقانونيه في المباراه بتتقاس من خلال البرنامج. بيطلع المدرب في الاخر عارف كل حاجه عن التيم بتاعه توتال، وعن كل لعيب، وعن كل مركز. انتوا هتدوا له لكل الفرق كل حاجه، وعن الفرق اللي قدامه، وعن اللعيبه اللي قدامه، وعن المراكز اللي قدامه، وعن الاخطاء بتاعته، اخطاء بتاعه الفرقه اللي قدامه، وعن افضل عنصر عنده، عن افضل عنصر في الفرقه اللي قدامه. ده طبعا لل 12 فرقه. فلما يبقى قدام المدرب سكاوتنج وهو خارج عن المباراه بتاعته، طبعا هو المدرب، احنا عندنا برضو حد بيشتغل، لكن المدرب بيبقى في الملعب واقف، بيبقى طبعا مش كل التفاصيل طبعا عنده بالارقام، لا احنا بنطلعها له بالارقام، بالنسب. ده لعب قد ايه،
اخطا قد ايه، شاط قد ايه، نجح في الشوط قد ايه، شاط منين، شاط في انهي زاويه، الحارس المرمى صد في انهي زاويه افضل زوايا بتاعته، الحارس المرمى عمل وقف صح فخلى اللعيب اللي قدامه من الفرقه الثانيه شاط بره. طب البرنامج ده مش فيه برنامجين قبل كده؟ في طبعا، واحد صيني والماني، وفي شركه سويسريه اخيره عملت البرنامج. طيب احنا ليه بنخترع العجله؟ هم عاملين برنامج ممكن يطبق في البطوله، ايه الجديد اللي احنا اضفناه المره دي؟ احنا اضفنا بعض التعديلات الفنيه الاخيره اللي هي نزلت في كاس العالم الاخراني، المفروض ان هي هتطبق خلاص ان شاء الله في البرازيل، اللي منها مثلا الكارت الازرق اللي بيتاخد ده ما كانش موجود في حتى في بطوله العالم، ما كانش على البرنامج، احنا ضفناه. ضفنا بعض تفاصيل، هو الحاجات الفنيه مش هتختلف. نعم. كلنا حاجتنا الفنيه والقانونيه مش هتختلف، كلنا شغالين تبع الاتحاد الدولي، ولكن الحاجات التفاصيل لما حضرتك بتحطها اوضح للمدرب انت كده بتديله مساحه ان هو يبقى شايف مش حاجه معقده قدامه اخد وابتدي افصص، لا ده احنا كل حاجه مفصصينها له. البرنامج اللي هو شغالين بيه الشركه السويسريه الاخرانيه اشتغلت في الدنمارك على كاس العالم بنات من فتره قريبه، شهر تقريبا او اقل من شهر. احنا الحمد لله تميزنا عنهم ان احنا عملنا شاشتين مش شاشه واحده، شاشه للتبديل خاص بيها عشان يطلع اللعيب دخل ايه ولعب كام ثانيه بالظبط في المباراه، وشاشه للحاجات الاكشن الفنيه في الملعب والاخطاء القانونيه، دي بتدي نسبه خطا بسيطه جدا. نعم. غير لما انا اشتغل على شاشه واحده فيها كل حاجه، فاحنا فصصنا الحاجات دي. كل التعديلات الجديده دخلناها فيه، ودي كانت اول مره تدخل في البرنامج المصري. طيب ان شاء الله ده حاجه تفرح، وشاب مصري وعقول شاب مصريه، مصري وعقول مصريه دكتوره مصريه، حاجه تشرف والستاف اللي معايا كله حكام مصريين شباب صغيرين في السن. كابتن خالد، البطوله هتبقى بجمهور وده عامل ايجابي جدا، ماذا اعددتم للجمهور وماذا تنتظرون منه؟ اولا ننتظر بالجمهور التواجد الجماهيري. التواجد الجماهيري احنا عندنا بعد طبعا موضوع مفيش جماهير بتخش مدرجات الكوره. حاولنا نفكر كلنا مع بعض، دكتور خالد صمم ان احنا نعمل برنامج لدخول الجماهير باسلوب معين بشكل معين، ان احنا ازاي المواطن ياخد تذكرته عليها البطاقه، يبقى الناس كلها عارفه كل واحد يوصل لغايه مكانه ازاي. بمعنى حضرتك بروح اشتري التذكره، لازم اقول لحضرتك السيستم الاول شكله ازاي. بشتري التذكره، الراجل بيقول لي يا سمحت انا عايز البطاقه بتاعتك، بياخدها سكان وتبقى على البطاقه، بيديني الجيت اللي انا بخش منه، بيديني البوابه الداخليه رقمها كام، بيديني السيكتور، بيديني الرو، بيديني الكرسي بتاعي فين بالظبط. اكن زي بالظبط كده مثال بسيط زي السينما، لما حضرتك تشوف التابلو بتاع السينما تقول انا عايز اقعد في الحته دي، فبنقعد الكلاينت بتاعنا او الراجل الجمهور بتاعنا في الحته اللي هو عايز يقعد فيها يتفرج مع كانوا على الماتش. باولويه الحجز طبعا، دي باولويه الحجز، باسبقيه الحجز. وبنقول للناس حاجه مهمه جدا، انا عارف ان وقت امتحانات في حجوزات بتحصل عندنا وشايفينها ومتابعينها كل يوم، لكن بنقول للناس، الناس متواكله ان احنا اخر يوم او يومين هتبقى فيه. احنا عندنا مشكله، احنا عندنا عندنا نسبه بنشيلها بره التيكتنج خالص، عشان اخلال المدرجات لا قدر الله حصل اي حاجه، الجماهير عايزه تخرج، فلازم يكون عندنا نسب، فلينا نسب معينه. مثلا بنتكلم في 11000 كرسي، مثلا 11000 كرسي ونص. النسبه في اول ماتش عندنا عاليه جدا، هي التواجد الجماهيري. بنقول للناس الحقوا احجزوا تذاكركم، احنا عملنا السيستم ده لراحتكم، عايزين الراجل اللي يخش من بوابه فرحان داخل يشجع، هيخش على اول زي بتقول اول رامب للدخول قبل الاستاد بالظبط، هيلاقي فيه بوسز موجوده عندنا، موجود فيها كل حاجه ما يتطلبه من اكل، من شرب، من شراء حاجات، من ناس بتغني في الممر ده، عشان تقول للجمهور المصري احنا جايين نحتفل مع الجمهور المصري دايما في كل ماتش. لازم الناس يبقى الفكر بتاعهم هو جايين الملعب احنا جايين نشجع بلدنا، دي حاجه مهمه جدا طبعا. جدا جدا. لما يخش الملعب ويلاقي برده جوه في اكشاك نفس الكلام ليهم وكل راحتهم موجوده، طبعا بعد التعديل العظيم اللي حصل في استاد القاهره وهو التطوير اللي حصل في استاد القاهره، طبعا الموضوع بقى مختلف تماما. يوصل لمكانه ويبتدي يتفرج عبر زي ما بيقولوا شاشات جديده جدا، شاشات حديثه كلها بنظم موجوده. اعتقد ان السيستم لما حصل والسيستم للجمهور، اعتقد ده حاجه مريحه جدا جدا جدا، فاتمنى ان الجمهور المصري يحضر باذن الله المباراه. الالتراس هيبقى وضعه ايه؟ يشرفونا في اي وقت، انا ما عنديش مشكله خالص. الناس كلها اي حد عايز يحضر المباراه داخل يشجع على مصر، احنا داخلين دي بطوله مصريه على ارض مصريه، نتمنى من الجمهور المصري بكل طوائفه يكونوا متواجدين. يعني انا متاكد ان اي مهمه قوميه لاي واحد قومي او اي مهمه وطنيه لاي واحد بيحب بلده، اعتقد ان هو يخش بيشجع. انا كنت في الملعب ده وانا بلعب شايف الجمهور المصري شكله ازاي، وكان كل
كبار وصغيرين وولاد صغيره. لا انسى هذا المنظر في حياتي، ان الجمهور ده كله ممتلئ على اخره. بنقول للجمهور المصري وقفتكم معانا، وقفتكم مع المنتخب بتاعنا، وده الاهم اللي احنا كلنا بنشتغل عليه، ان يكونوا متواجدين جوه الملعب بيشجعوا البلد. لما نشجع بلدنا في وحده متكامله، اعتقد ده بيدي انطباع في كذا اتجاه، غير الرياضي، غير السياسي، غير العالمي، بيدي في اشكال مختلفه كتيره. عندنا وسائل اعلاميه كتيره جايه تغطي، عندنا فوق ال 45 قناه من بره جايين يغطوا، طلبوا مننا التغطيه. التغطيه دي ليها زي ما تقول حضرتك ايه، يعني ردود مختلفه، بيغطي وبيطلع بلده ويشوف الجمهور ده بيخش ازاي. فلا تقدم صوره مشرفه، لا تقدم حاجه تضرك تماما. يبقى لازم نقول للناس احنا صوره البلد. انا وانا بشتغل انا صوره البلد، ده مش صوره خالد العوضي. لما الراجل اللي جاي يشجع، الشخص اللي جاي يشجع هو بيرد فعله على صوره البلد. دي حاجه مهمه جدا، لازم الناس تفهم الفهم ده. احنا متواجدين في مكان منظم لكم دخولكم، بيسهل لكم الامور، بنوسع لكم السكك زي ما بيقولوا. محتاجين منكم تشجيع مصر. لما نقول مصر 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 كلها هيبقى فرحانين. العلم بتاعك موجود في ايدك، ولا ابنك جاي معاك فرحان، صدقني الموضوع هيبقى مختلف تماما. بنقول للارترس، بنقول للناس كلها احنا طوائف شعب متكامله، وخلونا نتشجع علشان يتشجعوا ويوافقوا على دخول الجماهير لكره القدم. دي مهمه. يعني هو النهارده انت عايز ترجع الملعب، اجي اعمل فيه مشكله؟ ما اعتقدش ده الفكر. اعتقد الفكر بتاعه انت عايز تشجع وبتقول الكره للجماهير، وانا خالد العوضي بقول لك صراحه مش معترض، لكن بقول لهم تعالوا شجعوا بلدنا، لان بلدنا محتاجه ان هي تشجعتنا، اللي هي احنا نشجعها في الوقت ده. تعالوا شجعوا. لو التجربه نجحت هتعود على مين؟ على كره اليد؟ لا، على مصر كلها. على مصر كلها بالظبط. وحضرتك عارف الجماهير طبعا، حضرتك يعني مشجع اساسي برضه. طيب سياده اللواء هستاذنك اطلع فاصل. بعد الفاصل عايز اعرف هتطبقوا اشتراطات النيابه بعد حادث بورسعيد ازاي؟ التقي بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. واصل حواري مع ضيوفي الاعزاء، نتحدث عن بطوله الامم الافريقيه وقيمتها واهميتها لمصر في هذه المرحله. سياده اللواء، واحنا بنتكلم عن بطوله كره اليد مش هقدر اتجاهل كره القدم، هي جزء من الازمه. بدات تطبقوا ما طلبته النيابه العامه بعد حدث الماساوي بتاع بورسعيد. ما هي هذه الاجراءات التي ستطبق؟ وبشرنا، هو في امل استاد القاهره يبتدي يستقبل حتى فرق الاهلي والزمالك مره اخرى؟ والله يا استاذ خيري انا ما عنديش شك. يعني اصل استاد القاهره له طابع خاص على قلب كل مصري. فانا ما عنديش شك ان هو المباراه هترجع، ولكن الازمات اللي حصلت وفي الفتره العصيبه اللي فاتت دي مخليه الجهات المعنيه بتدرس. هم حاليا بيدرسوا وزاره الشباب والرياضه مع الاتحاد مع الانديه مع وزاره الداخليه طريقه والسيكونس اللي هيعود عليه الجمهور ان شاء الله. وانا اعتقد يعني ان هو ان شاء الله بعد نهايه شهر 1 هيعود مباريات في استاد القاهره بدون جمهور بصفه مبدئيه. بعد نهايه شهر 1 يعني في شهر فبراير؟ ان شاء الله انا اعتقد كده يعني. ده يعني وتيجي بدون جمهور ونجرب الاستاد. وبعد كده هيجي واذا نجحت تجربه البطوله دي هتبقى حافز جامد. مشكله استاد القاهره انه الشوارع كلها المحيطه بيه مؤثره، يوسف عباس، صلاح سالم، طريق النصر، الفنجري. فلو حصلت اي مشكله وهم يعني ايه، عايز اقول ايه، الجماهير. انا يعني لما دخلت الاستاد وانا موجود وشفت الدخلات، انا لسه بنتكلم على شاب مهندس رائع. الجماهير دي كانت رائعه، الدخلات اللي بيعملوها الفنيه دي انا بقعد افكر هم عملوها ازاي. فانا عايز اقول ان هم الناس اللي هي بتعمل مشاكل دي هم قله قليله. النهارده بنتكلم عن كاميرات او مراقبه بالكاميرات، ده مش القصد بيها ان احنا، ده في كل دول العالم الاستادات مجهزه كده، احنا بس متاخرين. احنا اتاخرنا. ربنا يقوم البلد كده، وانا عارف ان البلد بتقوم وانا عايز اعمل كل حاجه في وقت واحد، ولكن ادينا ايه بنبدا بخطوه. فاحنا ممنوع الشماريخ. طب ما مش احنا، مش البلد اللي قالت كده، مش الداخليه، ده الاتحاد الدولي. نعم. ممنوع الشماريخ ده على مستوى العالم كله. فاحنا يعني ان شاء الله انا عايز اقول ايه، الجمهور هيعود وهيعود مطمئن، وهنرجع تاني العيله، يجي الراجل ومراته وولاده وعايزين يقعدوا في مدرج الدرجه الثالثه عشان يستمتع. طبعا هيعود الكلام ده ان شاء الله. لان اللي هيخطئ بقى يعني في حق بلده، مش هقول في حق ناديه ولا هقول في حق الاستاد، ده منشأ حكومي
مصروف عليه من الدوله، اللي يكسر اللي يعمل ده مراقب وهيتحاسب. وانا ده هيتحاسب وهيتمنع من دخول المباراه بعد ذلك تماما، وهيطبق عليه القانون. تمام كده. ما احنا لو بدانا نحاسب يعني الناس مين اللي بتعكر صفو المجموع؟ طبعا احنا اتحرمنا، احنا مالنا، احنا عايزين نتفرج، احنا عايزين نستمتع. يعني هو ماتش الكوره له طعم بدون جمهور للاسف. يعني الاشتراطات ايه بقى؟ اللي يخص الاستادات من اشتراطات النيابه العامه هو رفع السور اللي بين الملعب والمدرجات. نعم. وتم في استاد القاهره، رغم ان الاتحاد الدولي له ارتفاع، بس احنا عاملينه بورتابل يتفك ويتشال لو في مباراه دوليه. رفع الاسوار بين الدرجات في المدرجات، بين الدرجه الثانيه والثالثه، ما عادوش يشوفوا بعض او يقدروا يتنقلوا، يعني بحيث انه ما ينطش يعني. المراقبه بكاميرات، وطبعا ركب في ملعب الكوره باستاد القاهره كاميرات حديثه جدا. ويعني مش عايز اقول لحضرتك لو حد عمل مخالفه الكاميرا تعمل عليه زوم، وممكن يجيبه على السكرين على الشاشه كلها، يتفرج على نفسه بقى والناس كلها تتفرج عليه اهو. ايوه عشان ما يتكلمش، بيكسر كرسي، بيعمل بوابات كشف عن المعادن واجهزه كشف عن المعادن، كل دي تخص الاستادات، كلها محققه في هيئه استاد القاهره. حاليا الداخليه واحنا على طول مع يعني باستمرار في تواصل وفي اجتماعات، ليها تحفظات، وانا شايف ان عندهم حق على بعض الاسوار فيها نقاط ضعف ممكن الجمهور ينط منها. فاحنا بدانا نعلي في جزء، وبنعمل المقايسه في الجزء الثاني مع شروط حمايه مدنيه. منشات الهيئه اللي بدا انشائها سنه 1960 وثم توالت تهلكت، هي يعني ربنا يقدرنا، اللي اتصرف كتير في خلال سنه، ولكن انا لسه يعني مش حاسس ان لسه، لان الهيئه كبيره قوي، 1,000,000 متر مربع، مواقع كتير. فلسه عندنا امل ان شاء الله. والحكومه زي ما قلت لحضرتك ما بخلتش بحاجه. اكتر من 250 مليون في سنه وشهرين اتخصص. 250 مليون اتخصص. خلصتهم ولا لسه؟ هيخلص في خلال 4 اشهر. يخلص المبلغ؟ يخلص المبلغ، كنا تمينا تميت ال 250 مليون. لان احنا بنتعاقد بالامر المباشر مع الهيئه الهندسيه، مع الانتاج الحربي، وهم بيجيبوا مقاولين متميزين جدا. وانا الحقيقه يعني انا بشكرهم، لان عملوا انجزوا الوقت ده في خلال وقت بسيط جدا. وبشكر اسره هيئه استاد القاهره، احنا كمان بنشكرهم ونحييهم على جهودهم، يعني كلهم بيقوموا بواجبهم. بشكر في انتظار اليوم اللي هنتفرج عليه ان شاء الله باذن الله. باذن الله. دكتوره هاله، احصاء وارقام، امتى نشوف ده مطبق في باقي اللعبات؟ هل ممكن ده البرنامج ده بتاعنا يبقى في كرة القدم، والبرنامج بتاعنا ده ممكن يسجل ويبقى هو الثالث او الرابع الموجود فيما هو معتمد؟ ان شاء الله احنا يعني عشمنا في ربنا كبير باذن الله ان احنا ننجح في البطوله، وتكمل فرحتنا بالمنتخب ان شاء الله يفوز بالمركز الاول ومصر كلها تفرح. وبعدين الخطوه اللي جايه دكتور خالد حموده رئيس الاتحاد كان وعدنا ان شاء الله ان احنا بعد البطوله مباشره هنبتدي نعمل خطوات ان احنا نطلع، عشان نعتمده لازم يطلع اللجنه الفنيه في الاتحاد الدولي، بيتعرض على الاتحاد الدولي وبيشوفوا وان شاء الله يقروا، ونبتدي بقى نشتغل زي دول العالم، نبتدي الناس كلها تلجأ لينا لما يبقى عندها بطولات. ونقدر نطبقه في كرة القدم بنفس الفكر؟ بنفس الفكره بس مش نفس البرنامج، لان طبعا اكيد الفنيات مختلفه. هيبقى محتاج برنامج تاني. البرنامج ده مكلف صرفتوا عليه كتير؟ احنا من خلال برنامج حضرتك عايزه اقول للناس مفاجاه. البرنامج علشان لما ابتدينا نشتغل في شهر 5 ونجيب شركات عشان نعمل البرنامج، احنا الاول كنا بنأجره، الايجار كان تقريبا بيوصل ل $60,000. $60,000 حضرتك عشان تجيبهم مبلغ كبير جدا، معدي ال 500,000 جنيه. هيجي بيقعد اسبوع يمرن فريق العمل، ويقعد فتره البطوله وبيمشي، بياخده تاني وبيمشي. يعني 60,000 لمجرد المده دي. لما جبنا الشركات تخيلنا ان احنا ممكن هنبقى المبلغ اقل شويه وندخل نقول هيبقى بتاعنا. فوجئنا بحضرتك بارقام، اخر رقم وصلنا له 880,000 جنيه عشان يبقى بتاعنا. عشان يبقى بتاعنا. وفتره 7 شهور، ومش يعني مش عايز يدينا فتره حتى نتدرب عليه. فطبعا احنا وقعنا في مأزق، وكنا على خلاص دكتور خالد والكابتن خالد العوضي
قعدوا معانا وقالوا خلاص احنا ما فيش قدامنا غير ان احنا نجيب البرنامج الصيني او البرنامج الالماني وخلاص نأجره ونرجعه تاني وخلاص. نأجره وخلاص. بس ده يبقى اخر حل. نحاول نشتغل على البرنامج المصري ونشوف هنوصل لايه، لغايه لما ربنا كرمنا بالمهندس خالد، مهندس خالد خيري اللي هو عمل البرنامج. ابني حبيبي. قعدنا معاه ومن شركه بتقول لي 880,000 العرض بتاعها وشروط، لا اما ادخل شريك معاك، لا اما حاجات كتير جدا، و7 شهور و8 شهور. المهندس جه قال انا عايز اشتغل في البطوله دي وعايز اعمل البرنامج ده. طب احنا عايزين 1 2 3 تعمله في قد ايه؟ في 10 ايام. في 10 ايام. في 10 ايام. بكام بقى؟ ببلاش. نعم. ودي كانت المفاجاه. ببلاش. انا عايز اشتغل واعمل البرنامج ده وانا حابب ان انا اكون موجود، وكل ما نيجي نقول له طب تعالى، طب في صحفي عايز يقعد معاك، لا 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 انا من بره مش عايز اي حاجه، لا مش عايز اظهر خالص، انا عايز بلدي تطلع وعايز اعمل البرنامج ده ويفضل في خليكم فاكرين خالد خيري ده ويفضل لمصر، وهسيبه وامشي ومش عايز حقيقة. يعني عمل برنامج تكلفته 800 وشويه وكان هياخد 7 شهور والتاني بيطلب شراكه ودور ببلاش في 10 ايام، وهبقى معاكم فتره البطوله والفتره اللي فاتت التدريبات معانا موجود معانا. وزير التعليم العالي ممكن تسيب شاب زي ده يتاخد، ده لازم تستفيدوا بيه. ايه العقل ده وايه الجمال ده احنا شوفوا لنا الشاب ده والنبي يا جماعه اتصور معاه سيلفي بس. هناخد البطوله يا رب ان شاء الله. باذن الله توفيق ربنا موجود والجماهير المصريه ودعم الاعلام المصري، نتمنى باذن الله نوصل لما في الاول باذن الله. انا يعني بعتذر على قصر الوقت، انا عايز احتفل بيكم تاني وهنحتفل بيكم بالجهد اللي انتوا عاملينه. هتيجي الماتشات علشان نشكركم. هتيجي الماتشات اذا كانت الاوقات مناسبه لشغلي هتيجي طبعا. وبعدين ما تقلقش انا مشجع جامد جدا، انا بكسر التلفزيون وانا قاعد. انت قلت قدام الناس انت جاي خلاص ان شاء الله. نورتونا وبالتوفيق، وبنشكركم على كل الجهد اللي انتوا باذلينه. بعد الفاصل فيما تبقى من دقائق، وانا اسف جدا على ضيق الوقت، هستقبل ضيوفي الاعزاء كابتن اسلام محمود حامد، كابتن هدير سيد مخيمر، كابتن محمد ايهاب محمد اللي هيمثلونا في الاولمبيات. حبينا بس نقول لهم شكرا على جهودكم، واحنا بنتابعكم فرحانين بيكم. بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم، برحب بضيوفي الاعزاء ابطالنا اللي هيمثلونا في اولمبياد البرازيل ريو دي جانيرو. وكحظهم دايما من التقصير والعدم الاهتمام وحاجات كده كتير، يجي حظهم برضه في وقت ضيق كاننا برتكب نفس الخطا. اهلا وسهلا، برحب بالكابتن اسلام محمود حامد صاحب ذهبيه افريقيا في لعبه الخماسي الحديث. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كابتن هدير سيد مخيمر الشابه الصغيره صاحبه ذهبيه اولمبياد الشباب بطله افريقيا في الرمايه. كنت متخيل عضلات ورمايه وبتاع، وهقول لك ليه والبنات وتربى عضلات، لقيتك يا عيني مفيش. برضه حتى محمد ايهاب يوسف صاحب برونزيه العالم في رفع الاثقال، اهلا وسهلا بيك. برضه المتخيل رفع الاثقال دول بيبقوا عضلات ونفخين، طلع النفخ اللي في الشارع ده كله حاجه مختلفه خالص. هي شرايح برضه، يعني هي موازين، رفع الاثقال موازين طبعا. يعني في 56 و62 و69 كده يعني. طيب اسلام، نبتدي من عندك، يعني ايه خماسي حديث؟ الخماسي ده عباره عن لعبه مكونه من 5 لعبات: السباحه والرمايه والفروسيه وسلاح الشيش والجري. بتلعب كل لعبه منفرده وبتجمع بوينتس. يعني انت بتعرف تلعب الالعاب دي كلها؟ وبتجمع بوينتس في كل لعبه، وبعد كده بيجمعوا التوتال مع بعضه ويتعملوا الرانك بتاع البطوله الاول والثاني والثالث. فانت محتاج تبقى في التوب في اولموست ال5 العاب عشان تقدر في الاخر تحقق ميداليه او تقدر انت تكسب. انت اخر بطوله خدتها ايه؟ كانت بطوله افريقيا المؤهله لاولمبياد ريو دي جانيرو في اغسطس 2015. انا يعني كان تاني سنه ليا في الكبار، لسه متصاعد من سنه بس. فالحمد لله ربنا كرمني وقلت انا اعمل مفاجاه واكسب الناس اللي معايا، المنافسين اللي معايا كلهم الاكبر مني. خدت الذهبيه؟ الحمد لله. ادوا لك مكافاه قد ايه؟ لسه ما خدناش والله. لسه ما خدتهاش كمان؟ عارف قيمتها قد ايه؟ لا لسه مش عارف، بس ما تعرفش. بيصرفوا عليك قد ايه؟ لا يعني احنا عندنا في الاتحاد في الخماسي عموما يعني الصرف عندنا بيعتبر في المعسكرات والبطولات. يعني لحد ما الحمد لله يعني المعسكرات كلها يعني بنطلعها، معظم المعسكرات اللي اي بتروحوا المعسكرات فين؟ اصل كل لعبه مختلفه عن الثانيه،
احنا عندنا معسكرات، يعني المعسكر عندنا معسكرين اساسيين في امريكا. واحد في اول السيزون وواحد في نص السيزون. وبعد كده بيبقى في معسكر قبل بطوله العالم او الورلد كاب فاينل، بيبقى على حسب لو البطوله مثلا في اوروبا بنروح المجر او بنروح ايطاليا. يعني السنه دي ان شاء الله رايحين المجر ان شاء الله في معسكر قبل بطوله العالم. وفي معسكر تاني ان شاء الله في روسيا عشان بطوله العالم في روسيا ان شاء الله. فلا يعني بالنسبه للمعسكرات الحمد لله احنا يعني الوزاره مش مقصره معاكم؟ لا بصراحه لا فعلا، ولا الاتحاد بتاع اللعبه؟ لا الاتحاد بتاعنا الحمد لله يعني شادد حلو بقاله فتره يعني كبيره. طيب جميل. هذه الرمايه، هي الرمايه دي محتاجه قوه ولا محتاجه عقل؟ لا عقل طبعا. عقل مش قوه. ده اهم حاجه. وطبعا لياقه بدنيه يعني مهمه برضو، لان انت تقدر تقف، تستحمل ان انت تقف فتره طويله. فتره قد ايه يعني؟ يعني كلمينا عن لعبه الرمايه، احنا بنشوف لقطه كده، مش انتوا اللي بترموا فيها لا هي الرمايه يعني كذا لعبه، في بندقيه، في طبنجه. البندقيه فيها رصاص وضغط هواء، والطبنجه برضو فيها رصاص وضغط هواء، وفي لعبه خرطوش برضو. طبعا وفي رمح. دي حاجه تانية غير الرمايه. انت في ايه بقى؟ انا بندقيه. بندقيه بلعب ضغط هواء وبلعب رصاص، بس اللي انا محققه فيها ضغط هواء. ضغط هواء. دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد طبعا على الثبات النفسي انفعالي. لازم تكون يعني عندك ثبات انفعالي قوي. وقوه بدنيه طبعا، ان انت تقدر تقف بالبندقيه كتير، ان انت تتحمل كل ده. تركيز طبعا عالي جدا، دي اهم حاجه، نقطه التركيز. يعني انت بتركز في دوائر، الدوائر دي لازم تكون شايفها بطريقه معينه عشان تقدر تسحب عليها، فبتبقى مهمه جدا نقطه التركيز. انت واخده ذهبيه الاولمبيات اللي فاتت؟ في الناشئين، بتاعت الناشئين. كان عندك كام سنه؟ كان عندي 17. 17 وخدت الذهبيه؟ وخدت بطوله افريقيا كمان؟ الحمد لله. بتدربي قد ايه بقى؟ بتدرب، هي طبعا فتره ما يكونش عندي امتحانات بتمرن كل يوم. كل يوم؟ بتدربي فين؟ في نادي الرمايه، الهرم. في الهرم؟ وطبعا فتره الامتحانات ببقى قطعه تماما، علشان ما بتاثرش عليك التدريب الكتير وكده؟ ما بيأثرش عليك ولا على دراستك؟ انت بتدرسي ايه؟ انا بدرس تجاره انجلش. تجاره انجلش. في سنه كام؟ اولى. لسه في سنه اولى؟ لسه داخله السنه دي. طب مامتك ما بتتخانقش معاك وتقول لك اقعدي يا بنت ذاكري رمايه ايه وبتاع؟ لا هي دايما بتشجعني ويعني وتحفزني على الرمايه، لان انا يعني ثابته نفسي فيها وكويسه فيها. وهي طبعا برضو من ناحيه الدراسه شويه تقولي لا يعني شويه ركزي في الدراسه كده. لو عندنا بنوته صغيره نفسها تتعلم اللعبه دي تعمل ايه؟ يعني انت ايه اللي جاب في دماغك رمايه يعني؟ انا بابايا لواء جيش. فهو كان يعني هو كان في الجيش التاني الميداني، فكنت بروح معاه في اسماعيليه وكنت بتفرج عليهم، فعجبني الموضوع. اما نزل اتنقل هيئه تدريب قوات مسلحه، خدني بقى معاه في نادي الرمايه واتفرجت وكده، وقلت له انا عايزه العب، فلعبني بقى. ما قالكيش لا انت بنت دي لعبه رجاله؟ لا بالعكس، ده شجعني جدا ايه التنوير ده؟ ايه النور ده؟ طب شيء جميل. كابتن محمد، كنت واخد برونزيه العالم في رفع الاثقال. رفع الاثقال كام كيلو بقى؟ والله انا كنت واخد برونزيه قبل ما يتوقف الناس اللي غلبوني يعني. بعدين خدت فضيه بس تعديل بس انت خدت الفضيه؟ خدت الفضيه لان اللي قبليك كانوا واخدين منشطات. خدوا منشطات وتم وقفهم يعني. فانت خدت الفضيه؟ طيب انت رفع اثقال كام كيلو؟ انا بلعب وزن 77 كيلو. رفعت مجموعه 363 كيلو خطف وكلين. 363 كيلو. لعبتنا من ايفنتين. في حاجه اسمها خطف وفي حاجه اسمها كلين. الخطف وصلت 162 كيلو خطف. كسرت الخطف اللي هو مره واحده لفوق؟ مره واحده على طول. مفيش بتريح على صدرك وانت قاعد تحت؟ ده الايفنت الثاني اللي هو الكلين والنطر. الايفنت الاولاني كسرت رقم العرب وافريقيا 162 كيلو خطف، وفي الكلين كسرت رقم يعني شلت 162 كيلو خطف مره واحده. لا مره واحده؟ والكلين 201 كسرت رقم عرب وافريقيا برضه 201 مره. اللي هو اللي بتقعد بقى وبعدين تقف وتثبت وبعدين تروح رازعها على الارض بعد كده. بتاكل ايه؟ والله هو نسبه البروتين عندنا طبعا عاليه جدا، عشان اللعبه قوامها كله على النمط العضلي يعني. وطبعا نسبه الكالسيوم طبعا عشان العظم، فطبعا القصه دي بتبقى عاليه جدا، والباقي بقى اللي هو الكربوهيدرات والدهون والكلام ده بتبقى نسبه قليله جدا. بتتدرب قد ايه؟ 14 فتره في الاسبوع، اقل فتره ممكن توصل ساعه ونص. اقل فتره 14 فتره في الاسبوع. المدرب بتاعك مين؟ والله مدربين كتير جدا، بس هو دلوقتي القوام الفني دلوقتي الكابتن خالد دراني والكابتن اسماعيل السنوسي والكابتن فتحي جلال، هم اللي ماسكيننا دلوقتي في الاعداد للريو دي جانيرو ان شاء الله. والكابتن علاء طبعا، علاء حسن كامل هو المدعم بتاعي يعني، وبتامل فيها ان انا اعمل حاجه ما حصلتش يعني.
لما خدت الفضيه ادوك كام مكافاه؟ هو انا السنه اللي فاتت حصل معايا موقف 2014. جبت 3 ميداليات في بطوله عالم كبار، واحده برونزيه و2 فضيه. اعطوني 150,000 جنيه على الفضيه بس، والميداليتين التانيين ما اعطونيش حاجه. طبعا كان في استياء مني، وبلغت الاتحاد وعملت ورق رسمي، فطلعوا لي مكافاه على الميداليتين التانيين ب 25% وخصم واحده؟ كل واحده وخصم ضرائب فيها. الميداليه كانت 150,000 جنيه، وصلت ل 135,000 جنيه. دي كانت الفضيه. طبعا الثلاث ميداليات لو جابوهم 3 لعيبه هياخدوا حقوقهم كامله، بس عشان انا جبتهم كلاعب كل واحده 135. بس انا عشان جبتهم كلاعب واحد بس، فاول مره تحصل طبعا ان اللاعب يجيب 3 ميداليات. فعملوا لائحه جديده ب 25% من كل ميداليه ثانيه. طبعا يعني انا شايف ان انا مظلوم في الحته زي كده، وكل راضيين فاهمين ان اي حد يوصل لمحفل زي كده لازم يكون تعب جامد جدا. ففي بطولات زي البطوله العربيه مثلا تجيب فيها، انا جايب فيها 3 ذهب السنه دي. قالوا لي مالكش فلوس. ليه مالكش فلوس؟ قال لك عشان الايفنت بتاعك ما فيهوش 8 دول. طب انا مشكلتي انا ان يبقى فيه 8 دول ولا ما فيش 8 دول؟ بطوله عربيه تبقى انت متخطي بقى كل الحواجز عشان توصل لحاجه زي كده. طب ايه الدول العربيه بايظه اصلا بحكم السياسه اللي فيها، انا مالي انا بقى. نفس الكلام بطوله افريقيه، نفس الكلام. لازم انت كنت في وقت من الاوقات فكرت وقبلت انك تتجنس بالجنسيه القطريه؟ هو الموقف حصل ساعه بعد ثوره 25 يناير. طبعا كان في بلبله والاتحاد اتفك، وكنت في امتحانات وكده، فكان وجودي بره خارج المعسكر. فكنت طبعا ان انا بصرف على نفسي وبجيب ادويه لنفسي والكلام ده. ففي عقار خدته طبعا هو محطوط ضمن الادويه المحظوره، فتوقفت 2 سنين من اللجنه الدوليه المصريه اللي هي النادي اللي هنا. طبعا في بلدنا اللي بيقع محدش بيقف جنبه خالص. 2 سنين ما فيش اي اهتمام، ولا كأنك انت كنت رايح تجيب ميداليه في لندن. فالموضوع ده طبعا اثر انا بالسلب، فحاولت كذا مره ان انا اخرج بره، فقدمت ورق لقطر وعملت جواز سفر جديد وكل حاجه. جواز سفر قطري؟ لا انا قدمت ورقه يعني ان الموضوع يخش. طبعا كانت مشكله ان انت عشان يعني مشكله المنشطات دي خدت وقت في انك تخلص ورقك. فالاتحاد الدولي كان عامل لازم تلعب ماتشين دوليين عشان تلعب الدوره الاولمبيه ريو دي جانيرو، والورق اتاخر. فانا ما كنتش طبعا اقدر اجازف بالدوره الاولمبيه. انا نفسي احقق حلمي وحلم والدي وحلم اخواتي وحلم مدربين كتير وقفوا جنبي وصرفوا عليا عشان اوصل لحاجه زي كده. فطبعا حصلت التاخير في الورق. ومصر طبعا كذا مطب، طبعا لازم تحلل 3 تحاليل عشان ترجع تاني، والتحليل الرابع طبعا عشان تجرب. وطبعا جربت وشلت ارقام، دخلت المنتخب قبل بطوله العالم بشهر ونص. حققت نفس الارقام اللي سجلتها قبل ما اخش المنتخب. جبت 3 ميداليات. جبت 3 ميداليات واتنازلت عن فكره الجنسيه القطريه. ما هو انا خلاص مش هينفع، عشان انت لو كنت استنيت. عشان ما ينفعش بس، ولا عشان انت بتحب بلدك؟ والله هي حته اثبات ذات. فانت في لحظه ضعف انت بتلاقي كله اتخلى عنك، فانت عاوز تثبت وجودك في اي مكان. اشمعنى اختيار قطر؟ والله هي كان اقرب بلد، يعني انها بتاخد الناس. يعني احنا ببلدنا بنصرف ملايين على مؤسسات ومشاريع ولجان، وتيجي ساعه ما اللاعب يطلع يوصل للنجوميه او يبقى هو ده اللي بيمثل مصر وده اللي يجيب ميداليه اولمبيه، ما يلاقيش التقدير الكافي. يلاقي انا باخد 2000 جنيه في الشهر، وواحد راح يمثل بلده في الدوره الاولمبيه عشان يجيب ميداليه اولمبيه ياخد 2000 جنيه في الشهر. ده مش يعني مش حاجه تتعقل. ولما تقع ما فيش حاجه خالص بتاتا. يعني ما انت شكلك عندك مراره كده ليه؟ مش مراره والله، بس يعني حته الواحد لما بيتحط في موقف ظلم بيبقى يحاول يثبت وجوده وبيرجع اقوى من الاول. وكانت السنتين اللي انا توقفتهم دول هديه من عند ربنا عشان ارجع اثبت وجودي اكتر من الاول. واثبت وجودك، وان شاء الله مش ده الانجاز برضو اللي انا حاسس انه لسه هتعمل انجاز تاني. ايوه انا عايزك توعد الجمهور قبل ما اخرج كده. احنا من سنه 48 ما جبناش ميداليه اولمبيه. بقى لنا 68 سنه ما وصلناش على الحته دي، خصوصا عشان الفينش بتاعنا ما فيش. بتيجي في الاخر واحنا كل واحد بيشيل ايده، بس ما فيش حد مسؤول هيوعدك بميداليه اولمبيه غير اللاعب. هو اللي يقول لك انا هجيب ولا ما هجيبش. باذن الله باذن الله هنيجي حلقه ثانيه بالميداليه الاولمبيه ان شاء الله. انا بستناك ان شاء الله. والله لاستقبلك واعمل لك حلقه بالميداليه ان شاء الله. هي 2014 لما جيت وجبت ميداليات ما حدش يستقبلني خالص في المطار. و2015 حصل نفس الكلام، بس انا الناس محسسني ان مش ده انجاز، وهو فعلا مش انجاز. ان شاء الله 2016 لما نرجع بالميداليه الاولمبيه باذن الله في المطار ونصورك وانت خارج ومعاك الميداليه. وانت يا هدير توعدوا الجمهور بايه؟ طبعا ان احنا نجيب ميداليه ان شاء الله في ريو دي جانيرو، نحقق ارقام اكتر هتجيب الذهبيه ان شاء الله. فرحيني وفرحي بابا كده ان شاء الله باذن الله. مجهود اكتر وذهبيات اكتر ان شاء الله. كابتن ان شاء الله ربنا يكرم. يعني ده ربنا يكرم ان شاء الله، لان انا لعبتي برضو معتمده اكتر على الخبره. فانا بالنسبه لي الميداليه في ريو ان شاء الله هتبقى
يعني موضوع إنجاز. انجاز موقف طبعا، صعب انجاز طبعا حاجه غير مسبوقه يعني. بس ان شاء الله اقدر اعمل ان شاء الله نتيجه كويسه جدا ترضي ان شاء الله. انتوا الثلاثه هترجعوا بميداليات وخليكم فاكرين ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. وانت هتعمل اداء مشرف جدا حتى لو ما جبتش ميداليه، انا واثق بإذن يكفي الله. انك بتصعد لهذه البطوله بامكانيات وبسرعه بالشكل ده. الحمد لله. ربنا يوفقكم. شكرا نعتبر جدا. ان ده تمهيد للحلقه اللي هستضيفكم فيها إن وانتوا شاء راجعين. إن شاء الله. الكاميرات هتبقى بتستناكم في المطار وانتوا راجعين علشان نيجي نقدم للناس هنا ونقول لهم زي ما وعدوا هذيع الجزء ده وهنقدم التاني باذن الله هتتفرج على حاجه ما حصلتش ان شاء الله. باذن الله. باذن الله. نورتوني. بشكركم شكرا جدا. جدا. شكرا جدا. بشكركم. بكره حلقه خاصه مع سيدي الحبيب علي الجفري من ابو ظبي، حيث دراسه هامه جدا ارجو ان تتابعوا. استطلاع رأي مهم عن الشباب في 8 دول عربية من 14 ل 35 وتتوقفوا أمام آراء الشباب المصري اللي طالعة في هذه الدراسة الهامة والتي أدعو مؤسسات الدولة المعنية أنها تأخذ هذه الدراسة. دي مؤسسة بالتعاون ما بين طابة، المؤسسة التي يشرف عليها سيدي الحبيب علي الجفري، ومؤسسة جيمس زغبي. هذه الحلقة بكرة مسجلة من أبو ظبي، هتشوفوا أرقام وتحليلات صادمة، بعضها يدعو للتفاؤل ولكن بعضها ايضا لما تعرف ان 5% من الشباب المصري في العينه من 14 ل 35 مؤمنين بفكر داعش، لازم تقلق، ومصر هي اعلى نسبه، فده مؤشر خطر. ايضا سيتحدث السيد الحبيب علي الجفري عن الدكتور يوسف زيدان وسيوجه اليه دعوه اخرى بصيغه مختلفه والى المثقفين المصريين، وماذا عن اسلام بحيري وعن الفنانين الذين رحلوا عن حياتنا. غدا حلقه خاصه. مصر بخير طول ما انتم بخير. تصبحوا على خير.